تخيل معايا انك تتوج وتبقى قائد اقوى عشيرة للنينجا في الكون وعندك قوة جبارة والكل بيعمل لك الف حساب، بس فجأة كده وبدون اي مقدمات وانت بتقاتل وحش من الوحوش الاياكاش، يطلع الوحش ده هو ملك الوحوش بنفسه ويحولك لبنت وبجسم كمان جذاب، وانت مش عارف توري وشك فين للقادة بتاعتك ولا للمحاربين، وازاي هتتعامل مع الجسم الغريب ده بهرمونات مختلفة ومطلوب منك تعمل حاجات لانك بنت مش بقيت ولد، في حاجات مختلفة كده. وكمان ايه، ملك الوحوش بنفسه بيفضل جنبك ويقعد يتريق عليك لانك بقيت بنت، حتى جدك ذات نفسه بيتريق عليك وعيلتك واصحابك. والاهم ان في حاجات خاصة بالبنات لازم تعملها وانت مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، انت اصلا عشت حياتك كلها ولد. وللعلم تم حجب او وضع استيكرات على اي حاجة مخلة في الانمي علشان اي حد يقدر يتفرج عليه. بنبدأ بواحدة اسمها سوزو وهي بتشتري فطير بالحليب وهي بتحب الفطاير جدا، ولما بتلاقي عرض عليها بتشتري كل الكمية. وبنشوف في وحش بيراقبها والوحش ده بيكون من الاياكاش، والاياكاش هنا هم الوحوش اللي بيغزوا الكوكب، وبتقعد تاكل كده وبنشوف ان الاياكاش ده اتنكر في شكل قطة وهو نفسه ياكلها هو كمان ويمتص قوتها، وخلاص قرر ان هو يهجم عليها. بيلاقي حربة مرة واحدة بتترمي عليه، وفي واحد بيمسكه اسمه ماتسو وبيقول له انا ماتسو من عشيرة كازاماكي، والوحش بيقول له هي العشيرة دي ورايا وبعدين مش هتفرق، انت متعرفش انا مين، انا شيرو العظيم وموجود في العالم ده من حوالي 400 سنة، غير ان عمري الاف السنين. مين انت يا حتة طفل علشان تكلمني كده؟ ولا انت كان نفسك تنتحر وجاي لي برجليك؟ وماتس بيقول له ايوه كده بان على حقيقتك يا حسالة. بس اول لما سوس سمعت صوتهم كده كلت الفطير بسرعه عشان خافت ان اي حد يجي ياكل منها الفطير، وجريت كده خطفت القطه كده منه بتقول له انت يا حسالة انت بتعمل ايه مع القطه؟ وبطلنا بيقول لها كده ما يغركيش ان شكله قطه بس هو وحش من الوحوش الاياكاش اللي مفيش اي حد بيشوفهم غيرنا انا وانتي والمحاربين، والوحوش دي هتقتل البشر لازم احنا نقتلها قبل ما يقتلونا. وطبعا بطلنا وسوزا عارفين بعض من زمان فبترد عليه كده ايوه عايز تقتله ليه؟ برضه هو لسه ما عملناش حاجه، انت ليه بتفترض ان هو ممكن يعمل لنا حاجه؟ وبيرد عليها كده هو كان باصص لك وكان خلاص هيهجم عليكي، فهي بتقول له لا ما حصلش. وشيرو هنا عامل فيها قط بجد وعمال زعلان بقى وبيمسح فيها وفرحان جدا ان هي بتدلعه وبتاخده وتمشي كده، بس هو بينتقل مرة واحدة. ايه السرعة الجبارة دي؟ حتى شيرو نفسه استغرب من سرعته وبيقول لها لازم كل الاياكاش يموتوا عشان هما بيقتلوا البشر وما عندناش اي خيار تاني. بس لما بيبص على رجليها كده وبيبص على جسمها بيقول لها ايه ده، انت كبرتي من امتى؟ انت مش كنت صغيرة يا بنتي من كام يوم؟ ولا دي اللعنة بتاعت الاياكاش؟ وبتضربه كده برجليها ولا وسعلها بتقول له انا ما كنتش اعرف ان انت متحرش يا زباله، انت واللي زيك مكانكوا السجن وما ينفعش تختلطوا بالبشر تاني. وبنلاحظ ان هو بدل لنفسه غصن شجره وبيفتخر جدا بالحركه قوي، بس لما بنشوفه كده بنشوفه خد الضربه فعلا. وتقول له انت حمار يا اسطى، انت حمار، ما هي الضربه جت فيك برضه، ايه لازمتها بقى التبديل ما بين الغصن الشجره والجو ده؟ فبيرد عليك ان هو قاصد الحركه دي علشان ما يعورهاش وان لازم يقتله دلوقتي حالا. فبتقول له انت اتغيرت قوي عن زمان وشكلك لابس لبس الشغل، يلا ربنا يوفقك في مهمتك. وبتاخد القط وبتمشي وبيسألها عن ماتس وهي فرحانة جدا ان هو بيتكلم علشان هيسليها طول الطريق، وبتعرفه ان هو صديقها من الطفولة وكان ساكن معاها في نفس الحي وعرفته بالصدفة، زائد ان في حاجات مشتركة بينهم كده. وبتفتكر كده لما كانت صغيرة وكانت بتحب تلعب مع الارواح، ولما كانت بتكلم صحابها عن الوحوش والارواح والحاجات دي هنا كلهم كانوا بيضحكوا عليها بلا استثناء. وده طبيعي لان في ناس قليلة جدا اللي بتشوف الحاجات دي وبيقول لها معظم الناس ما بتشوفش الحاجات دي وسيبك منهم دول عالم تافهه، وفهمها حاجات كتير جدا عن الوحوش وبيلعبوا معاهم. بس لما كبروا بقوا في الاعداديه بدأ يكرههم ويموتهم واحد ورا التاني قدامها وكل شويه يبعد الوحوش دي عنها، وبعد كده بقى نينجا وطارد للارواح، ومؤخرا من سنة أصبح قائد العشيرة. وبينتقل بينا المشهد كده لماتسو وهو بيقاتل وحش عملاق جدا، والوحش كده بيبخ عليه مادة غريبة بتبخر أي حاجة في طريقها. وبطلنا هنا بيتفادى جميع الضربات وبنعرف هو بقاله 3 سنين بيقاتل الوحوش مع العشيرة، وللعلم العشيرة بتاعته متخصصة في تقنيات الرياح، وبيضرب الوحش بالسيف بتاعه بتقنية اسمها الكوناي الهوائي ويسقط الوحش بضربة واحدة، والوحش عمال يقول له هقتلك، بس بطلنا هو اللي بيفعل تقنية الزوبعة وبيقتله. بنرجع كده لسوزو وهي بتكلم شيرو وبتقول له ان هي عارفة ان في اياكاش شريرة جدا ولازم تموت، بس انا ما قابلتهمش في حياتي وكل اللي انا بقابلهم بيكونوا غلبانين وطيبين جدا ولطفاء معايا، بس المشكلة ان من 3 سنين ماتسو بدأ يقتلهم كلهم وما بيسيبش اي وحش يقرب منها. وشيرو بيقول لها لانه فهم ان انت ما ينفعش اي اياكاش يقرب منك وان هو عارف ليه الاياكاش بيحبوها.
بس هي بتطنش الكلام وبتبدأ أكل كده وهو مستغرب إيه ده البت دي مش كانت من 5 دقايق بالظبط، دي مفجوعة دي ولا إيه، وبتتكلم كده بمحن وهو مستغرب جدا هي البت دي بتحبه ولا إيه بالظبط. ده الواد ده معفن وهقتله بإيدي، أنا شيرو العظيم أنا الملك. بقول مش مهم خليها تحبه أصل كده كده مش هيتجوزوا لأن أنا هقتله بإيدي. طبعا الكلام ده كله في خياله، وماتسو بيروح لجده كده وبيحكي له عن الوحش اللي هو قتله. جده فرحان جدا وبيقول له عاش عليك عرفت تقتل العنكبوت لوحدك، انت بقيت قوي جدا واكتر شخص ناجح في القبيلة، انا فرحان جدا ان انا مسكتك القبيلة وخليتك قائد من بعدي، انا بعد كده هقدر اعتمد عليك في كل حاجة، انت اكتر شخص ممكن اعتمد عليه. فبيرد عليه كده ان هو بقاله 3 سنين بيتدرب والعنكبوت ده كان ضعيف، ده انا كفايه ان انا اتربيت على ايدك يا جدي، انت ممكن تعتبرني انا انت وانت انا. وبيكمل كده حكايه عن الحاجات اللي حصلت وعن شيرو بس ما بيقولوش اسمه. وجده هنا بيقول له طالما انت ما حسيتش بقوه منه تلاقيه يا كاش تافه يعني سيبك منه طالما انت شايف كده خلاص. بس لسه بطلنا بيقول له كان اسمه شيرو العظيم وبيقول ان هو قاعد بقاله 400 سنه هنا في العالم وكان عايش قبلها في مكان تاني وحاجات كتير كده. بس جده بيتصدم، مين شيرو وسبته؟ الله يخرب بيتك انا طول عمري بقول انك فاشل. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبني يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا انا غلطان ان مسكتك القبيله بتاعتي. بس بنشوف ان جده بقى مريض جدا وبيقول له كده انت بقيت قوي بس غبي، ما بتعرفش تميز قوه اللي قدامك، ولازم تعرف ان كل لما يبقى الاياكاش قوي بيعرف يخفي قوته. وبالنسبه لشيرو ده ملك الاياكاش يا غبي يا فاشل، ده اللي بيحكمهم. وبننتقل كده للسوز وهي بتقول له كده ايه ده انت ملك الاياكاش، وهو طبعا حكى لها كل حاجه وبيقول لها بس انت بتعملي فيا ايه بالظبط وانا ليه مش قادر اتحرك. وهي عماله تلعب وهو بيقول كده البت دي منحرفه ولا ايه بالظبط، ما تسيبيني يا بت انت عايزه ايه مني، ايدك دي عماله تديني طاقه غريبه وجباره. وبيفكر كده ان البت دي زي ما هو توقع بالظبط هي دي كاهنه الاياكاش. بس هي بتستغرب كهنة انت بتتكلم عليا انا ولا بتتكلم ايه هيكاش ايه وايه بتقول ايه. بيفهمها ان للاسف انا بتكلم عنك والقوة دي نادرة جدا لما بتظهر في البشر، ان دايما اللي بيحملها بيكون من الاياكاش والشخص ده بيكون عنده قوة جبارة جدا ولما بتخاف كده بتوقف ايديها بس هنا بيتحول مرة واحدة اول ما هي وقفت ايديها وبيكمل كده ان هو محتاج يمتص قوتها عشان قوته تزداد ويعرف يكمل حكم الاياكاش لان حكمهم صعب جدا. وبنشوف ماتسو بيجري كده باقصى سرعته وقوته علشان يلحقهم وبيفكر كلام جده. وبنرجع بالزمن هو وجده لما كان بيحكي له عن سوزو ان هي الكاهنه وعندها قوه جباره جدا والعشائر زمان كانت بتقدمها قربان للالهه وكانوا بيقتلوها عشان خايفين ان الاياكاش يهجموا عليهم وان حمايتها صعب جدا ولازم تموت. وبنرجع للزمن الحقيقي كده وهي بتقول لي يعني انت عايز تمتص قوتي وتاكلني. وشيرو بيرد عليها اكيد لما انا جاي العب معاكوا ولا ايه، ده انا جايلك بنفسي يا بنتي. فبتقول له يعني ماتسو كان عارف من 3 سنين ان انا الكاهنه وما قاليش، ده انا هنكد على امه. فشيرو بيرد عليها ان هو كان عارف وما كانش بيقول لك كده علشان انت غبيه وبيبعت الاياكاش عنك علشان عارف ان هم عايزين يمتصوا قوتك، بس من الواضح ان هو طفل كان واقف قدامه ملك الاياكاش بنفسه وما عرفوش، ده ما عرفش يميز ان انا خافي قوتي، حتى انا من اقوى الناس حرفيا في الكون. وهي عماله تفتكر كده لما هو كان بيبعدها عن الارواح زمان وشيرو هنا كان خلاص هيمتص قوتها، بس هي بتعلي صوتها كده مره واحده كده طالما انت عارف يا زباله ما فهمتنيش ليه من زمان بدل ما انا فاهماك غلط. وبيظهر كده وبيرد عليها وبيقول لها يعني انا المفروض اقول لك ان المفروض تموتي ازاي. ويهجم كده على شيرو وشيرو هنا بيقول له انت عارف انا عمري كام سنه يالا الطفل انت جاي تقول لي ان انت عايز تقتلني، انت عارف عدى عليا كام قائد من عشيرتك معرفوش يعملوا معايا اي حاجه. وبيهجم عليه كده بس ماتسو بيبدل نفسه بجذع شجره وبيهجم عليه كده من الخلف بس السيف هو اللي بيتكسر. وبيقول له كده لا بس شكلك الملك بجد. وشيرو بيقول له احلف وبنرجع العب معاك يا ابني، انت قتالك معايا شرف ليك اساسا حتى لو خسرت. بس شيرو متضايق جدا ان البت بتبصله باعجاب وبيفكر كده ازاي بصله باعجاب زي ما يكون انه هينتصر عليا، انتوا شويه اطفال انا الملك. وبيهجم عليه كده بس ماتسو بيفعل تقنيه الزوبعه وشيرو هنا بيقول انا العشيره دي بكرهها والتقنيه دي بكرهها لان اتعرضت ليها 100 مره قبل كده. وماتسو هنا بيلف عليه المخطوطه وبيفتكر كده كلام جده لما اداله المخطوطه وقال له ان انت مستحيل تقتل شيرو،
ده اقوى مني ومنك، وخد المخطوطة دي انا خزنت فيها قوتي لمدة 30 سنة عشان اقاتله زمان. وبنرجع للحاضر كده وبيفعل المخطوطة وبتكون حرفيا عبارة عن ختم وشيله كده، انت جاي هنا علشان تعمل اللقطة عليا قدام البيت وتاخدها مني؟ انتوا ناقص تحبوا بعض وتتجوزوا على قفايا بقى وتقول ان انت البطل. لا انسوا، والله ما هتشمها في حياتك ولا حتى في مماتك. وبيفعل تقنية تغيير الجنس وبيقول له يلا ورينا هتحبوا بعض ازاي وانتوا الاتنين بنات. ولسه ماتسو بيقول له استنى مش هتجري مني، بس بيستغرب ان صدره بقى تقيل وجسمه بقى فيه حاجات غريبة. وهو ايه ده، في ايه، هما دول طلعوا امتى وايه اللي بيحصل بالظبط؟ وسوزي طبعا متضايقة جدا عن اللي حصل لحبيبها وبتبصله ايه ده، هما كبروا امتى وهما ليه اكبر من اللي عندي؟ وبننتقل لشيرو كده وهو فرحان جدا، ايه مش عارفوا يتجوزوا ولا يحبوا بعض. انا غلبتك يا كازاماكي، وكازاماكي ده هو جده، والمخطوطة بتاعتك معرفتش تعمل معايا اي حاجة غير ان هي ختمت قوتي بس، وهرجع تاني وهاخد المخطوطة وهاخد البت وهرجع قوتي وبس. بقى انت كمان بقى عمال تهوهو عليا، انا مش قط يا عم، يلا غور من وشي، انت كلب متربيتش بصحيح. وبنرجع كده لجد ماتسو وبيقول له ان التقنية اللي اتعملت عليك دي مستحيل اعرف الغيها لان انا بقيت ضعيف جدا وصعب اصلا اي حد يلغيها غير بعض الاشخاص الاقوياء في العالم ده. ونشوف ماتسو على اخره، ايه ده، ليه بنت، ليه ما كنتش حاوتيني الكلب ولا زرافه ولا قطه زيك حتى؟ اشيلهم فين دول واخبيهم ازاي؟ هيبتي راح فوز بتخش عليه كده، انت بتلعب فين يالا يا ابن المجنون، انت ما بتلعبش فيهم دول؟ وهو والله كنت بجربهم بس انا ما اعرفهمش ولا اعرف بتوع مين. وجده سامحهم كده عمال يدعي على شير، واقول ايه للعشيره دلوقتي، حفيدي وقائد العشيره بقى سوسن، ولا اخش اقتله واغسل عاري بايدي، ولا نيل ايه بالظبط؟ انا بقول اقتله واقول ان هو مات في الحرب اهون من انه قلب سوسن. تقول له دي مقاسها اصغر سنه بس هتسده ببال ما نلاقي مقاس، وبيجري بس هي بتلبسه بالعافيه وتاني يوم بتجيب له الحاجات على مقاسه. ولما بيطلعوا الاتنين لجده كده وهو مستغرب ايه الاحجام دي، الله يخرب بيته. ولما بيساله شكلي عامل ايه بيقول له قمر يا حبيبي، قمر او حبيبتي مش عارف. بنعرف كده ان المديره بتاعه المدرسه اصلا من معارف جده، وهي هتحل المشكله وهتدخله بنفس الاسم بس كبنت، لان الاسم ده بينفع في اليابان للولد والبنت. وهما ماشيين كده بيلاقي سوزن مش مركزه معاه فبيقول لها مالك بس في ايه، فبتقول له ان هي ما توقعتش ان هو يبقى اجمل منها كده كده، هو راجل من جواه. فبتقول له تمام بس اوعى تعمل اي حاجه في جسمك غير لما ترجع لي وتقول لي والا هقتلها. ما علينا المهم بس عايزين ندور على القط اللي هو شيرو عشان يرجعني. وبيديها فطير كده عشان تفرح بيه، وهي زي العبيطه بتاخده وبتاكله. تقول فهمت، الفطيره لذيذه فعلا. وبيطلع الباص كده بس هو بيقعد بعيد عنها ولسه متعود ان هو ولد وهي بنت. طبعا صاحبتنا مستغربه هو قاعد بعيد ليه، ايه ده، وبعدين ايه الموبايل اللي فيه ده، من امتى كان بيمسك موبايل، انا معيش رقمه صحيح. وطبعا شيرو بيراقبهم، ونشوف ان في المدرسه كده الشباب كلها عايزه تشقطه يا عيني. ومره واحده كده في واحده بتلعب في رجليها كده بتقول لها الحته دي ناعمه قوي، نفسي افهم بتستخدمها مواد ايه بالظبط. وللعلم دي اسمها توبه، واللي عماله تصور دي اسمها لوسي. وطبعا صاحبنا مستغرب هما بينيلوا ايه هناك اللي عالم الزباله دي، وهي بتبص له كده فبيسالوها كده مين دي انت تعرفيها، فبتقول لهم كانت معايا في المدرسه الاعداديه، ام شعر اصفر اللي هي لوسي. بتقول لها كده عرفيني عليها بالله عليكي، انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي هي بتستخدمها هي كمان، عشان شعرها تحفه حرفيا وجسمها. بس هي بترد عليها كده ان هي انطوائيه ووحيده وما بتحبش تتعرف او تتكلم مع ناس كتير. وطبعا صحابنا بيزنوا عليها وهو بيحس كده بحاجه غريبه فبيقوم ويجري كده علشان يشوف فيه ايه بالظبط بره. وهي طبعا بتجري وراه وفي واحد بيزعق انت يا حيوانه ممنوع الجري هنا في الطرقات. وطبعا ده كان قاتل مأجور بس هو دلوقتي شغال مدرس انجليزي عادي خالص. وبيقول لها كده الحصه هتبدا بس هي بتقول له ماشي انا جاي على طول اهو. ماتسو هنا بيقاتل شيرو، وشيرو بيقول له انا جيت علشان اخد المخطوطه عشان ارجع قوتي واوقف الختم اللي محطوط عليا، وده على فكره مش ببلاش، ده بمقابل ان انا هرجعك راجل من تاني، وده طبعا لان انا دلوقتي مجرد قط وما عنديش اي قوه. ولا انت بقى حبيت تبقى بنت؟ قول لي لو انت حابب تبقى بنت والحاجات اللي بتجيلك كل شهر دي حبيبها فانت تمام قشطه زي ما انت. طبعا بطلنا متضايق من اللي بيتقال وبيقول له انت اول ما يرجع لك قوتك هتقتلني. وبيرد عليه طبعا ده مين اصلا، بس بيحس انه يلحق نفسه كده، لا قصدي مستحيل انا مين يعني، مش انت اللي مين. بيقول له من 200 سنه في عياكاش قوي كده هاجم على قريه ودمرها بالكامل، والمنظمه بتاعتكم ختمته، وانا فكيت الختم عنه من زمان وباكله كل يوم عشان اللحظه دي.
وبإشارة مني ممكن يقلبها لكم دمار شامل، وهوريك بروفا دلوقتي. وبينادي على اسمه تاتادوي، بس ما بيحصلش حاجة. ايه ده؟ ده انا عندي الكفاءه، الرجاله بتوعي يولعوا النازله باللي فيها. دول بياكلوا وبيشربوا على حسابي بقالهم 13 يوم، وبإشاره مني يقلبوها دمار شامل. وهوريكم بروفا دلوقتي. يلا يا رجاله. بس بيسمعوا صوت سويت وشيرو مستغرب، ايه ده؟ هو خدني بالسهولة دي؟ راح ياخد الفريسة بتاعته. وبنروح ليه كده وبنشوف ان هو بيقول ان هو هيبقى الملك بعد شيرو، لان شيرو دلوقتي بقى ضعيف. بعد ما امتص قوة سوز هيبقى اقوى واحد دلوقتي في الكون. ويتدخل ماتسو كده بيقول ايه ده، ايه الوضعية دي؟ المهم بس بياخدها كده وبيجري، وبعدها كده بيستخدم الزوبعة وبيقضي عليه بسهولة. وهيبقى بالصورة الله يخرب بيتك انت عمر كده ليه؟ بس هو بيعتذر لها ان هو ما كانش مركز معاه وكان مركز مع شيرو، وبيتفق معاها كده ان هم هيكونوا صحاب في المدرسة عشان يفضل مخلي باله منها لغاية لما يفهم هيعمل ايه. بيقابلوا البنات وبيتعرفوا على بعض كده، بس هم بيسألوها طبعا ازاي يكبروا كل حاجة زي ما كل حاجة كبيرة عندها، وبيفضلوا يتكلموا في حاجات كده خاصة بالبنات، بس هنعمل سكيب عشان الحاجات دي ما تخصناش. وبيركبوا كده الباص وبتنقل رقمها عنده. اليوم اللي بعده وهو ماشي كده بيكون عايز يعمل حمام، فبيخش الحمام بتاع الرجاله لان هو متعود عليه، وبيقف جنبهم كأن مفيش اي حاجه حصلت، والكل باصص له. وفجأة بيطلع المدرس وبعلو صوته وبيسمع المدرسه كلها: كم مره هقولك يا زباله يلا ما تربتيش ان ده حمام الرجاله، زائد انت واقفه على اللي بتاع ده، كنت هتعملي حمام ازاي؟ اقنعيني. المدرسه دي محترمه وهتفضل محترمه. وبالليل بيكلم جد وهو بيقول له كده: لو الموضوع انك دخلت الحمام بالغلط دي سهله، بتاعت الحمام دي سهله تمام، اهم حاجه هو بيع شرفك انت قائد العشيره. انا بحضر الاجتماعات مكانك مش عارف اقول لهم ايه. وبيخش يستحمى وبيفتكر لما سوس كل شويه تشتمه وتتخانق معاه، مره علشان فاتح رجله للناس والناس كلها عماله تتفرج، والمره التانيه حط ايدك على التنوره وانت طالع انت بنت، ومره تالته عشان القميص اللي ما بيتقفل. وهنعمل طبعا ستوب وسكيب للحته دي لان انا مش عارف اعمل ايه. انا طالع عين امي في المونتاج وعمال اخبي حاجات، بس هنا مش عارف اخبي. انا لو خبيت كل حاجه هظهر ايه. مره واحده كده سوس بتخبط عليه وبتقول له كده ان هي خايفه من ان شيرو يرجع وياخد قوته وياخد اللفافه والمخطوطه، بس فجاه بيطلع هو اصلا شيرو متنكر في شكلها وبيفعل تقنيه الدخان، وبياخدها بيقول له كده: هتفضل فاشل طول عمرك، عمرك ما توصل لقوه جدك، انت معرفتش ان انا اساسا شيرو، ده انت فاشل. وبيجري وبيقول ان هو مستحيل يلحق يلبس ويجري وراه. Are you sure about that? بس هو بيجري وراه جيم اصلا. ايه ولا انت ما عندكش اخلاق يالا. بعدها بيغير الزي بتاعه وبيهزمه بكل سهوله طبعا ان هو من غير قوه خالص. وبنعرف كده ان هو جاي اساسا عند سوز قاصد، وهي بتاخد بالها من الصوت لان شيرو كان بيجري ناحيتها. وشيرو بيقول له: انت بتسيل الحيوانات، على فكره انا هقدم فيك بلاغ. وبتنزل لهم بتقول له كده: اوعى تقتله حرام عليك، وكمان لازم يرجعك راجل تاني. وهو بيستغل الموقف كده وبيلزق فيها كده: الحقيني الحقيني، عايز يقتلني مع اني ما عملتلوش اي حاجه. وبيعيط: ماتسو انت ما عندكش كرامه يالا، يالا انت الملك يالا، وعمال تقول لي ملك وعظيم وشيرو، ما فيش كبرياء خالص. بس بيقول له: لا ما عنديش حاجه اهم من حياتي، وبعدين احسن من اللي بيلبس بامبرز، فاهم؟ ها اختي. وطبعا هو بيتعصب من الجمله جدا ويفعل الزوبعه علشان يقتله. هي بتمسك ايده بالعافيه وتقول له: لا انا عايزك ترجع راجل من اول وجديد، انا هعمل بيك ايه وانت بنت، زائد ان ما ينفعش نقتله لانه ما عملكش اي حاجه وما قتلش حد فينا لسه. وهو عمال يفكر هيعمل ايه فيه طيب، وهو مش عايز يقتله قدامها. فبيقول: خلاص انا عندي الحل، انا هخليه خدام عندي وقط اليف. بس شيرو بيقول له: مين يالا؟ قط أليف مين يالا؟ انا الملك يالا، افرض في وحش من الوحوش عدى وشافني، ايه شكلي هيبقى ايه قدامه؟ بس طبعا بطلنا عايز يذله زي ما هو ذله. واليوم اللي بعده كده بنشوف سوز بتفكر هتعمل ايه مع شيرو، وجت لها فكره كده ان هي تعمل له اكل لذيذ بدل ما ياكلها. يا جماعه البت دي غبيه موت. بعدها بننتقل لماتسو وهو نام، وطبعا لسه متعود على نومة الرجاله زي ما انتوا شايفين. الواد ده هيشلني في المونتاج. بيخش شيرو عليه كده بيخطف المخطوطه، بس ماتسو بيمسكه بيقول له: انا ما برخيش دفاع ولا بنام نهائيا يا قط يا حساله.
وشيرو قط مين اللي حسالة يالا، انا الملك العظيم يالا، ترجع لي قوتي بس وانا هعلمك الادب انت وعيلتك وجدك اللي موجود جوه ده. وسوس بتبعت له انت عامل ايه مع القط، اوعى تكون بتعامله معامله وحشه، فبيقول لها لا لا كل حاجه تمام. وشيرو ايه ده قلبي بتسال عليا قلقان عليا صح، وبيقعدوا يتخانقوا قلب مين يالا. بعدها بيروح يقعد مع جد ماتسو بيتكلموا كده وبيتريق على جده وبيقول له انت كبرت قوي ولا ايه يا حاج، راح فين كزماكي بتاع زمان، نصيحه مني قدم على معاش مبكر، هي المنظمه بتديك معاش حلو ولا ايه. بس كزماكي بيرد عليه ما تخافش انا سايب راجل مكاني في العشيره واقوى واحد في العشيره كلها. بس شيرو بيرد عليه ارجل واحد، انت متاكد من الموضوع ده؟ ماتسو بيخش عليهم غصب عنك يلا، وعلى فكره انت عايش اساسا بسبب سوز يلا، انت ما عندكش كرامه، انت دلوقتي بقيت قط اليف، ووقت لما فكر ان انا اقتلك هقتلك عادي. وبيقدم لهم الاكل وبيقول له تعالى تعالى هاكلك، انت دلوقتي بقيت جزء من العيله ما تخافش. وشيرو عمال يبص عليه بيقول له لا لا بس بقول لك ايه كبروا عن امبارح كبروا. وماتسو بيقول له هقتلك مسيري اقتلك. بس شيرو بيفرح ان ماتسو طلع طيب قوي وكمان عامل له اكل. بس لما شاف الاكل ايه ده يلا انا الملك العظيم يلا هتاكلني بقايا الاكل بتاعكو. وبيفضلوا يتخانقوا بس بتخش سوز هنا وتقول لهم كفايه خناق بقى وبطلوا. وعلى فكره يا شيرو انا جايبه لك حاجه حلوه قوي. وهو فرحان قوي مفكرها جايبه له واحده صاحبتها وقويه زيها او عندها نفس الطاقه وهو هيمتصها، بس بتحط له الاكل زي القطط ولسه هيشتمها. بس بيحس ان هو جعان ولما بيجربوا بيعجبه الاكل جدا وبيفضل ياكل وهي فرحانه جدا ان هو عاجبه. وبتبعت كده لماتسو ان هي عايزه تصاحب شيرو. وفي الحاله دي مفيش حد فيهم هما الاتنين هيضطر يقتل التاني. بس صاحبنا على اخره صاحبي مين يا بنت المجنونه ده عايز ياكلك. ولما بيقعد مع جده كده بيقول له هو ده المتوقع من زوجة القائد الجديد ان هي ما تخافش من مجرد ملك للاياكاش. والتاني بيتصدم زوجة مين. وجده بيفكروا كده زمان لما كان بيخاف منهم جدا بيجري على جده وجده بينقذه. وفي مره كده كان في وحش بيجري وراه بيخوفه بس سوز هي اللي اتدخلت ولحقته وقالت له تعالى وما تخافش. وجالها واعتذرت لماتسو وبتقول له ان هو طيب جدا الوحش ده بس هو بيحب يهزر مع الناس ويخوفها لا اكتر ولا اقل. وهو كان فرحان قوي ان شاف واحده بتعرف تتحكم في الاياكاش. وبنرجع لجده كده وبيقول له ان انت كنت معجب بيها جدا وانتوا صغيرين بس الوضع دلوقتي اختلف وانتوا كبرتوا، انت ايه بقى تفضل تتفرج عليها كده من بعيد ولا ايه؟ ولا فاشل انت مش هتروح خلاص تعترف لها بحبك ولا انت هتفضل كده قاعد جنبها زي خيبتها؟ وللعلم مش هيحصل ان انت تعترف لها غير لما ترجع راجل، مش هتبقى لطيفه ان بنتين يحبوا بعض. والاتنين بيحسوا بحاجه غريبه كده وهو بيرمي الحرب بس ما بتجيش غير في الريشه. هو مستغرب ايه دي، هي ريشه حمامه ولا ايه؟ وشيرو لا يا غبي دي بتاعت الاياكاش، هتفضل غبي لغايه امتى؟ ما اتعلمتش حاجه من جدك؟ وجده بيقول ده ممكن يكون بتاع مينو وده على الاغلب خادم ليه، وللعلم ده زميلهم وفي قبيله تانية. وبنشوف فعلا طارد الارواح بيقاتل وحش غريب وفي طائر يقول له انا اسف يا فندم تم اكتشافي، وبيقضي على الوحش بسهوله كده وبيقول ان هو لازم ينتصر على ماتسو. واليوم اللي بعده كده بنشوفه بيراقبهم وهم بيتكلموا في المدرسه كده وبيقول هو خايف مني وحاول نفسه البنت. ايه العار ده ازاي؟ ده قائد العشيره. بيفتكر كده من 6 شهور لما عرف ماتسو اول مره وجاله متاخر عن الميعاد بتاعهم بساعه وبيقول له انا اسف اتاخرت بس عليك. وان دي مهمته الاولى بعد التدريب لوحده مع جده، فبالتالي بيتعصب عليه جدا مهمتك الاولى ومتاخر عليا كمان، واحنا رايحين ملاهي يالا ولا ايه؟ انا هاخدك بس معايا عشان قائد عشيرتي وهو قائد عشيره البر اسرع واحد في الكون هو بس اللي قايل لي. بس للعلم انا لو حسيتك ضعيف انا هسيبك تموت عادي خالص قدامي، انت مش هتكون عقبه في طريقه. وهو بيضحك قوي يعني انا كمان ممكن اتخلى عنك لو لقيتك ضعيف واسيبك، اصل انا ما بحبش الناس الضعيفه انا كمان. بيتحركوا بيكتشفوا ان هو سريع جدا ولما بدأوا القتال بيقتل معظم الوحوش لوحده. ونينو طبعا مستغرب هو قوي ازاي في سنه الصغير ده، ومن ساعتها خده غريمه وند ليه وكان جاي علشان يبقى اقوى منه ويقاتله وينتصر عليه. بس دلوقتي قلب بنت. ايه العار ده والناس بتلعب فيه؟ هو في ايه؟ ازاي ده المنافس الاول بتاعي؟ في طالب كده بيشوفه بس للاسف بيكون متعصب جدا لدرجه ان التاني يخاف وبيركع له وبيقول له خد كل فلوسي بس سيبني سيبني ابوس ايدك انا عايز اعيش. بعدها بنشوف شيرو قاعد وبيقول ان هو لازم يراقب ماتسو لان هو في ايده مخطوطه علشان لو حد قوي خدها منه ممكن يذله هو بيها. وبيلاقي حد واقف قدامه بينتقل المشهد لماتسو وهو بيبص كده بيلاقيهم بيقاتلوا بعض.
وبنشوف نينو بيضرب شيرو بيتفادى الضرب وبيجري يجري وراه، بس بطلنا بينزل مرة واحدة وراه بيقول له استنى، بس نينو بيقول له يا حسال انت ما كنتش كده من 6 شهور. وبيفتكر كانوا مع بعض وهجم عليهم كده مجموعة كبيرة من الوحوش، بس ماتسو مرضاش ينسحب رغم ان هو كان مصاب وكان بيموت وقام علشان يقاتل معاه ومرضاش يهرب. وبنرجع للواقع كده وبيقول له ان عزيمتك ورجولتك كانت اقوى من قوتك، دي الحاجة اللي خلتني احبك واخدك غريمي. بس بطلنا بيحكي له عن اللعنة فبيتضايق اكتر. يعني انت سايبه يعيش ويقتل في الناس علشان انت عايز ترجع راجل تاني؟ انت اخترت نفسك عن الجميع، يا دي العار. وطبعا غير لبسه كده وجري وراه بسرعة البرق، وماتسو جري وراه بس طبعا ما لحقوش. ونروح لشيرو عمال يدعي على جد ماتسو ان هو عمل المخطوطة وصنعها وحط فيها قوته، خلت شوية عيال عمالين يجروا وراه رغم ان هو قوته جبارة ويقدر يقتلهم كلهم مجتمعين. وبيقف في مكان كده بعد ما حس ان هو جروا كتير، بس نينو بيضربه وشيرو بيقول له ارحم امي بقى، انت ما بتتعبش، انت جيت هنا امتى؟ وعمال يهجم عليه تاني، بس هنا بيتدخل ماتسو وبيستخدم لافتة كانت في الشارع علشان يطير بيها بقوته، وطبعا باستخدام مهارة الهواء. وبيهجم عليه وبيقول له انا كنت بحترمك جدا، انت طلعت حسالة، انت بتدافع عن الوحش. فبيحكي له عن سوزو ان هي مش عايزاه يموت، فبيرد عليه ايوه مش فاهم يعني هي هتغير ايه في الموضوع، ما انت لسه حسالة، انت مش عايز تقتله عشان قلب السنيورة بتاعتك، ما تزعلش. وبيرميه بالحرة بس التنورة بتبان كل حاجة، وهو طبعا بيشوف كل حاجة من تحت وبيتكسف قوي ووشه بيحمر وبيمشي، لان هو عمره ما اتعامل مع بنت في قبيلته ودايما كان بيتدرب مع رجاله بس، وبيتكسف يتعامل مع اي بنت. وشيرو هنا متعصب على نينو، ايوه اجري يلا اجري، ولو جيت هنا تاني هقلعهولك طالما انت بتتكسف. وماتسو ايه ده تقلع مين انا؟ وبعدها بيرجع لسوزو هي قلقانه قوي على شيرو ومطنشه ماتسو اصلا. واليوم اللي بعده اتكلم هو وسوزا عن طريق الارواح والنينجا والقبائل والمنظمه، وبيحكي لها ان المنظمه دي تحتيها كذا قبيله، وكل قبيله مختصه في حاجه وفي مكان معين. يعني المكان ده اكبر قبيلتين هما 2 اللي هو احنا وقبيله البرق. بنشوف نينو بيراقبهم ولما بيروحوا المدرسه كده صاحبتهم وهي بتتكلم معاه بتتكعبل وبتقع وبتمسك في حاجات فيه، والتانية صورته كمان عمالة تصور. وماتسو متضايق جدا، انا بنيل ايه هنا، انا قائد اكبر عشيرة موجودة في المنطقة. وسوز بتطلع له يا ابني انت زعلت ليه، البت ما كانتش قصده، وقعت بس عليك ومسكت فيك، هي الحاجة اللي كانت في وشها مسكتها. وما تنساش ان انتوا كلكم بنات، فهي لما بتهزر ده مجرد هزار. بس هو بيرد ان هو ما بيعرفش يتكلم معاهم، فبترد عليه اتكلم كأنك كنت بتكلم واحد صاحبك. بيقول لها انا ما عنديش صحاب اصلا، وهي بتتصدم. وبيكمل ان هو ما كانش يعرف في حياته غيرها، لانه كان معظم الوقت في التدريب يا اما معاها بيلعب مع العياكاش وبعد كده بقى بيقتلهم. ولما بيلف بيبص لها كده بيلاقيها بتعيط وزعلانه عليه وبتاخده بالعافيه وبتقول له كده انا هعرفك عليهم وهتتعود عليهم ما تخافش. بس بيشوفهم بيلعبوا مع القط لونه غريب ولونه ابيض، وطبعا الاتنين مصدومين. القط ده احنا عارفينه هو والبت عماله تقول له حسس على راسه، بس هو مستحيل انا لو حسست على راسه هقتله. التانية طبعا اتصدمت، هتقتل ايه انت لسه بتكرهني عشان مسكت الحاجه بتاعتك. وبنعرف في نفس الوقت ان شيرو بيقدر يخفي الذيل والودان ويبقى ظاهر للناس عادي، وللعلم الوحوش دي محدش بيقدر يشوفها. بس بما ان شيرو قوي يقدر يعمل كل حاجة، رغم كمان ان قوته بقت ضعيفة دلوقتي. وطبعا حول نفس القط علشان محدش يشك فيه ويجري وراه كالعادة زي نينو لانه كان هيقتله. وماتسو هنا انت ما عندكش كبرياء يالا، قلبت نفسك قط علشان تنجد حياتك. وبرد عليه طبعا يا ابني امال انا عايش الاف السنين ازاي، هو انا بقيت الملك من فراغ؟ دي سياسة بلاب بجر. وصحيح بقول لك بما انك انقذتني من واد نينو هقول لك هديه من عندي يا عم. البت اللي هي كانت مسكاني دي ملعونه من اياكاش ولازم على فكره تنقذها. وبنشوفها كده بتقع كالعاده، بقول لك ان هي غلطت لما هي فضلت تلعب في حاجات ماتسو كتير وان هي لازم تعتذر له. بنشوف ماتسو ماشي زعلان جدا لان الاياكاش ساعده اللي هو شيرو، وان هو بقى ضعيف جدا لدرجه انه ما عادش بيفرق ويعرف الناس الملعونه وان فيها اياكاش ولا لا. وبيفعل تقنيه ريح الرماد علشان يكشف اي اياكاش متخفي، وبالفعل في حاجه بدات تبان تحت رجليها وهي كانت السبب في ان هي تتكعبل كل شويه وكانت هتقع، بس ماتسو لحقها في اخر لحظه. وسوس بتمسكه كده وبتقول له تعامل حلو، ها تعامل حلو، الواد ده لو لمحك هيقتلك.
حاول تخلع بشياكه من غير ما يشوفك، وهو هتعمل حاجه للناس تاني. وتبقى بتعتذر لماتسو وهو بيقول لها كده ما تعتذرليش، انا اللي غلطان وانا اللي ما بعرفش اتعامل مع حد وما عنديش صحاب بس من زمان، وحاضر هحاول اتعامل معاكم. بعدها بتبعت له طلب الصداقه وبتقول له اقبله. ولوسي تقول لهم كده ما تيجوا طيب نعمل جروب على الواتساب اسهل بدل ما نفضل نبعت لبعض طلبات صداقه. والمدرس بيمسك شيرو وبيقعد يلعب بيه، وبالليل بيعملوا طقوس علشان يخوفوا الاياكاش اللي هو كان بيكعبل توبه. بعدها يسيبوه يمشي، وطبعا هي زعلانه جدا لان هي كانت عايزاه يمشي من غير ما حد يخوفه، وده طبعا لان هي بتحب الاياكاش. واليوم اللي بعده بيتكلموا كتير، وبعدها يجيله الخادم وبيقول له ان نينو عايزه لوحده باللبس بتاع النينجا عشان محدش يشوفه. طبعا اللبس ده لما يكون لابسه محدش بيعرف يشوفه، وده طبعا مهارة في الزي نفسه. بس نينو هنا بيقول له ان البت بتاعتك بتعرف تشوفنا ليه، انا حاسسها مركزة معانا. وبيحكي له ان في بعض الاياكاش بيقولوا ان معظم الكائنات اللي بيكونوا من البشر بيكونوا مزيج ما بين البشر والاياكاش، يعني البت سوزي بتاعتك دي اصلا من الاياكاش وهي مش بشرية. انا لو اتأكدت من الموضوع ده انا هقتلها. بس ماتسو هنا بيتعصب جدا وتقتل مين يلا، وبيمسكوا نينو هنا بيقول له ده بس انا بقول لك هما بيتكلموا ويقولوا كده، انا معرفش الحقيقه فين. ولسه نينو بيتعصب عليه بس بيحس في حاجات كده بتلمسه، ولما بيبص بيتكسف جدا ووشه بيحمر جدا وبيجري. والخادم هنا بيجري وراه وبيسمعوا صوت كده غريب وهو صوت قطط، ولما بيبصوا بيلاقي المدرس بيجري وراه. لما سوزي بتنام بتظهر حواليها هالة غريبة وبيحس بيها شيرو والجد كمان. وبنشوف ماتسو مش عارف ينام خالص من كتر التفكير في كلام نينو، وعمال يفكر كده في ذكرياته معاه. واول لما بيروح في النوم بيلاقيها قدامه وبتقول له اصحى وبتبوسه، وهو مستغرب ايه ده في ايه، هو ده شيرو متنكر ولا لا؟ وبيزقها كده وبيخاف، ولسه بيبص ما بيلاقيش اي حاجه قدامه، وهي بتفوق في نفس الوقت وتقول ايه اللي حصل ده، هو ده حلم ولا ايه بالظبط؟ ومستغربه جدا وبيرن عليها كده وبيسالها هو انت بخير؟ وتقول له اه اكيد، بس انت بتسال ليه؟ فبيحكي لها على كل حاجه حصلت طبعا من غير البوسه. فجده بيتدخل وبيقول ان ده بسبب قوتها الكبيره عرفت تطلع شخصيه متشابهه ليها، وهو قارنها بس بيستخدم نظام الاياكاش، وان هي مزيج ما بين البشر والاياكاش. بس من الواضح ان هي عملت كده بدون قصد وهي مش فاهمه بتعمل ايه. وبتسال بطلنا كده هو احنا صحيح عملنا حاجه مع بعض لما انا كنت عندك؟ وشيرو لما بيسمع كلام بيقول البت دي ما بتتكسفش وما عندهاش اي حياء ليه، البت دي شمال. وبطلنا بيقول لها لا 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 ما حصلش حاجه، وطبعا ما بيحكيش على البوسه. ومره واحده راسها بتوجعها وكانها خبطت في حاجه رغم ان هي ما اتحركتش. وجده بيقول ان ده معناه ان القرين بتاعها لسه موجود، وبيقول ان لو حصل اي حاجه للقرين او النسخه بتاعت الاياكاش ممكن تحصل لسوزو، ولازم القرين ده يتمسك باي طريقه قبل ما هي تموت. وبنشوف عربيه كده هتخبطه فعلا وهو بيجري علشان يلحقها، وبعدها بتعدي من العربيه باعجوبه. وجده بيكلم سوزو بيقول لها كده انت حاسه بايه طيب؟ لان هي بتحس بكل حاجه ورجلها ماشيه فين والهواء اللي جنبيها، وبتقول له ان هي ماشيه حافيه في شارع دلوقتي. وجده بيقول له ان قوتها كبيره جدا لدرجه ان هي حاسه بكل حاجه. وطبعا ماتسو ما بيلاقيهاش، بس شيرو بيعرض عليه عرض جميل جدا ان هو يساعده عشان سوز هتكون فريسته هو، وما ينفعش يسيبها تموت لانها لو ماتت الطاقة بتاعتها هتتبخر في كل حتة في الكون. وبيقول له ان حاسة الشم عنده قوية جدا، وبياخده وبيقعد يشم. بس بيروحوا عند دوميا وبيمسكوا في بعض. انا قلت ان القط ده فاشل، والتاني بيقول له لا والله انت اللي صديق طفوله فاشل. ازاي صديق طفولتها ومش عارف هي رايحه فين؟ وبعدين انا لو بقوتي الكامله كنت جبتها في لحظه منت. وجد بيزعلهم هما الاثنين انتوا بتسخنوا وسوس بتموت، وبتقول لهم كده ان هي جنب مزرعه الكريب لان هي شامه ريحه كريب والمكان ده هي عارفاه، وطبعا المكان ده اللي كان في اول الانمي. وايديها مره واحده بتوجعها جدا وتقول له ان هي بتحاول تفتح الباب. فجده بيرد عليها بيقول لها ان القرين قوته جباره والاياكاش، بس هي بتحس بنفس الوقت وفي نفس اللحظه لان جسدها البشري ضعيف، ففي احتمال ان ايديها تتكسر. الاياكاش مش هيحصل له حاجه بس هي هيحصل لها. يجي لهم فكره علشان الهوا بيرمي شيرو كده وبيتحول لكريب ملفوف وهي بتعض فيه، وهو عمال يصوت الحقني يلا ولا دي بتاكلني. وبتفرح قوي وبتختفي. وشيرو هو المفروض انا اللي اكلها ولا هي اللي تاكلني؟ طبعا هي تعبانه دلوقتي، وبنعرف ان هي بتختفي لما تحقق الرغبه بتاعتها. وهي بتشكر شيرو ان هو انقذها، وطبعا هو انقذها عشان كان هو اللي عايز يمتص قوتها لا اكتر ولا اقل. وماسو هنا بيقول لها يعني انت كان كل هدفك الكريب بس؟ فبتقول له لا انا كنت عايزه حاجه تانية الصراحه منك.
وفي نفس الوقت شيرو عمال يفكر بيقول انا قلت ان البت دي شمال وما بتتكسفش. وبجد يا جماعه انا ما قلتش كده من عندي، انا عارف ان انا احيانا بزود حاجات بس لا فعلا هو قال كده. يا جماعه الانمي ده كوميدي بطريقه مستفزه. والصبح كالعاده الناس كلها بتخاف من وش مين، والخدام بتاعه بيقول له ما تزعلش يا سيدي، كفايه ان انا عارف ان انت طيب من جواك. فبيقول ان هو مش مهتم اصلا. بس الخدام بتاعه بيرد عليه ما احنا لازم نشوف لك حد يحبك، لان كده هتبقى صعب علينا قوي ان احنا نستحملك، ولازم تعدل وشك اللي شبه البومه ده. فبيقول له بس بدل ما اقتلك انت حته خدام يلا. ومره واحده كده بيلاقي حد بيقول له انت عامل ايه، وهو ايه ده انت عايزه ايه مني بالظبط. بس سوس بتقول له لو فاضي بعد المدرسه انا عايز اخرج معاك ونتكلم شويه، وهو مصدوم. والخدام بتاعه بيقول اخيرا هنشوف لك كلبه. تحكي لماتسو ان هي عايزه تتكلم مع الطائر بتاعه، مش عايزاه هو اصلا عشان يعلمها ازاي تتعامل مع الشيرو وهو اياكاش زيه. وطبعا الكلام ده لا عاجبه ولا عاجب شيرو اصلا، بس هي بتقول لهم ان هي عايزه تفهم كل حاجه عن الاياكاش وعن نفسها لان هو اكيد عارف. فلما بتوصل بيقول لها فين ماتس، فبتقول له ان هو مشي وان هم هيكونوا لوحدهم، بس هو بيتكسف وبتاخده للمطعم بتاع العيله بتاعتها. وبتقول له امها هي عايزه ترابيزه هي وهو لوحديهم. وطبعا ابوها اتصدم مين؟ واول لما بيقعدوا تشرح له الاصناف بتاعه الاكل بتاعتهم والحلويات، بس هو رد مره واحده قهوه سودا ساده. وامها بعد ما بتاخد الطلبات فرحانه جدا انه طويل وحلو بس وشه شبه البومه، بس يلا هنعدلها. وبتروح لابوها وبتقول له بطل تنصت بقى عليه، يلا روح اعمل الطلبات بسرعه، وعايزه القهوه حلوه عشان ما ياخدش فكره وحشه عننا. وطبعا الاتنين بيراقبوهم وماتسو خايف قوي، وشيرو بيقول له طب ما تنضم ليهم بدل ما انت عمال تراقب كده من بعيد. بس هو بيرفض وبيقول له ان الموضوع هيكون محرج جدا. فشيرو بيقول له محرج؟ هو في حاجه محرجه اكتر من ان انت سايب حبيبتك مع واحد غريب تحت؟ الظاهر ان لعنتي اثرت في رجولتك، انا ما كنتش اعرف اني موهوب قوي كده في اللعنات. ونشوفه بيتكلم وهو بيحكي لها عن المنظمه اللي هي قتلت الاياكاش وليها افرع كتير في العالم، وهو متوتر قوي لان ده اول موعد غرامي ليه في حياته. والطار بتاعه بيقول له اجمد هتشقطها خلاص شويه هي خلاص. وهي عماله تضحك عليهم لان هي سامعاهم وهم مصدومين ان هي سامعاهم اصلا. وماتسو بيخش وهو متخفي ومغير لون شعره، بس هي طبعا بتعرفه في ثانيه لانه ما بيعرفش يمثل. وشيرو عمال يقول له مستحيل حد يعرف التخفي بتاعي، انا ملك اللعنات والتخفي. وهي اول ما بتحاول تكلمه بيقول لها ان انا ما اعرفكيش، وبيبص في المنيو بس ما بيفهمش اي حاجه. ما اول مره يروح مطعم الباشا. وسوز مش فاهمه اي حاجه، بتقول ممكن علشان قلقان عليا، وبتقول ان هي حابه قوي موضوع ان هو عنده صديق من الاياكاش، بس هو بيرد عليها صديق واياكاش ده خدام عندي. وهو عمال يفكر كده ان هي شخصيه خطيره جدا وممكن تعمل فيهم حاجه، ولسه هيقول لي شيكي، بس المفاجاه ان هو لقاه في حضنها اصلا. وشيرو بيقول له بطلنا ولا يلحق حبيبتك بتتشيط، وعمال يضايق فيه علشان يقوم يضرب نينو. ونينو زعلان على الشيكي وعمال يفتكر ذكرياته كده لما كان بيخاف من مجرد قطه وهي مطلعه عينه، ومن ساعتها وهو لازق فيه وبقى بيقول له ان هو مدين ليه بحياته لانه انقذه من القطه، وبيخدمه من ساعتها. وبنرجع للواقع لماتسو وهو لسه مش عارف اصلا يطلب ايه ولا فاهم اي حاجه من المنيو. وشيرو بيتدخل اطلب اكل للقطط انا جعان، بس اختنا سوز سامعاه وبتقول له انا جبت لك اكل على فكره معايا، وبيجري وينط مره واحده عشان يروح يلحق الاكل وبيخبط في كل حاجه. بس المشكله هنا ان ماتسو رجع لشكله الاساسي والتخفي فشل. بعد ما بيمشوا كده بتقول له ان هما كانوا باينين قوي اصلا وهو ما بيعرفش يمثل. وبطلنا بيرمي الموضوع كله على شيرو، بس شيرو بيقول له لا ما ترميهاش عليا، انت فاشل في التمثيل يا فاشل. بعدها سوز بتشكره لان هي حست ان هو كان قلقان عليها. وشيرو مستغرب ايه ده، انا بحاول اوقع بينهم، هما ليه دايما بيقلبوا الموضوع رومانسي. ونروح لشيء كده وهو بيعتذر لسيده ان هو ما كانش قادر يتحرك اول ما البت دي لمسته. وتاني يوم لوسي بتشوف بطلنا بيلعب لعبه وبتقول له كده ان هي بتحبها اصلا اللعبه دي جدا، بس هو بيقول لها ان دي لعبه ولاد ازاي انت حباها وفيها حاجات خارجه كتير. فبتقول له كده عادي انا بحب الحاجات دي اصلا. وطوبه هنا بتقول له ان النهارده في حصه العاب بدنيه وانت لازم تيجي معانا. وهو بيحاول يجري بس هما بيمسكوه بياخدوه بالعافيه، وطبعا هو خايف ان هو يقلع قدامهم لان سوزا هتتضايق لو شافت كل عريان وعندهم هناك بيقلعوا مع بعض عادي، وهي غيرانه موت. وشيرو عمال يراقبهم عشان المخطوطه لانه هيخش يسرقها وهو بيغير هدوم، لانه طبعا عارف انه مخبيها في ظهره، بس بيغير في جزء من الثانيه وهو بيتصدم هو ليه امتى الواد ده. وطبعا الكل بيغير، بس انا طبعا مش هجيب الحته دي، انا عارفك عايز تشوفها مش هجيبها.
بعد لما بيغيروا الملابس بتاعتهم بيسألوه عن المخطوطة لأن هم شافوها في ظهره، بس هو بيقول لهم إن المخطوطة دي إرث عائلي ما ينفعش يسيبها خالص أو هي تفارقه. وبطلنا بيكون بيجري بس بيزهق فبيجري بسرعة، كل بيتفرج عليه والبنات كلها والولاد كمان، وبيفضل يقطع على شيرو كل ما يحس ان في ولد بيبص عليه او بيبص على حاجة فيه. بس البنات التانية اتدخلت وبيشتموا الولاد لان هم كانوا بيعكسوه. وفي اخر اليوم شيرو بيديهم الاكل بتاعه اللي فضل يشحته من المدرسة كلها والبنات، وبيقول لهم بالله عليكم حطوا الحاجات دي في الشنطة بتاعتكم عشان اكلها بالليل وانا جعان. يا جماعة الملك بقى بيشحت لقمة عيشه. بس في تحذير بيجي للماسو من المنظمة ان في تشوه مكاني قريب منه كل شوية يظهر اياكاش غريب. وبالفعل لوسي بتجيلهم بصور غريبة كده، بس المشكلة ان بيبان في الصور اياكاش. بس الغريب ان الكل شايفه وعدسة الكاميرا لقطته، يعني الاياكاش ده كان عايز يظهر للجميع ومش فارق معاه حاجة. وماتسو بيعرف ان لوسي بقت ملعونة منه وعمال يفكر هيطلع اللعنة دي منها ازاي. ومرة واحدة كده بيقول لها انا عايز اتفرج على المجلدات المانجا بتاعتك اللي عندك في البيت اللي انت حكيتي لي عليها. والكل بيتحمس وهي بتوافق، بتقول لماتسو بما انك اول مرة تيجي عندي لازم نستحمى سوا. وبتصدم وسوس بتتصدم هي كمان لان هم عارفين ان ماتسو ولد مش بنت. حتى شيرو مصدوم. وبتيجي عربيه ليموزين كبيره علشان توديهم، بنعرف ان عيلتها فاحشه الثراء وهم في العربيه. سوزي متضايقه جدا بس هو بيقول لها ان احسن طريقه علشان تطرد الروح هي لما المضيف يكون نايم. بس هي بتشك في كلامه. نايم؟ انت عايز تعمل ايه في البيت يلا؟ بيقول لها صف النية وبنشوف ان الحمام ده اساسا مش حمام عادي، ده ينابيع حارة وطوبة. يلا بينا. بس ماتش لا مش دلوقتي، انا عايز اتفرج على القصر الاول. بس هما بيصروا جدا على الموضوع وهو بيحاول يخلع، بس بيمسكوه طبعا بيخلعوه هدومه. ولحد هنا هنقول ستوب تمام، لان مش هعرف اخبي حاجه لان حرفيا كله من غير، فهخبي ايه واجيب ايه، ولان ده اتش صريح فسكيب. وهي بتتعب طبعا في الحمام وبياخدوها على السرير. وبعدها كده لوسي بتشوف كتب مانجا كتير وهي في الحلم، واول لما بتفتح الصور بتلاقي اللعنه بتطلع من التليفون. وتوبة هنا بتروح تجيب حاجه عشان تشربها لها. وماتسو بيغير لبسه وبيبدا الطقوس علشان يطلع الاياكاش من جواها، وبينتقل اللي جوه هو كمان معاه في الحلم عند لوسي واللعنه، وبنشوفهم كلهم مع بعض. وهي بتقول له انت مين لان هي ما تعرفش شكله الحقيقي. بطلنا بيقطع ايد الاياكاش وبعدها بيهجم عليه كده بظهر السيف، وبيروح للوسي وهي بتقول له هو مش ده دبوس خاص بماتسو، هو بيعمل ايه معاه؟ بيحط بقها كده وبتنتقل للواقع وهو بيفعل تقنيه امتصاص باستخدام الدبوس او المروحه وبينتقل لجواه. وبنشوف ان الاياكاش بدا يمتص ولسه بيعافر، بس بطلنا بيضربه بضربه واحده وهو بيمتص الثقب الاسود وبيختفي. وهي لسه بتساله انت مين، بس بيختفي هو كمان. وتاني يوم الصبح لما بتفوق بتحكي لهم كل حاجه حصلت لها، وهو بيبتسم وبيكلم نفسه الحمد لله انا لسه راجل شفت راجل جوه ما شفتنيش بنت. وطبعا بتقول لها بطلت تتفرجي على انمي كتير وتقري مانجا بالليل. ولما بيفتحوا كده الصور ما بيلاقوش الوحش اللي هم شافوه قبل كده، ولما بيقلبوا في الصور بيشوفوا صور لماتسو بوضعيات زباله وهو بيكون متضايق قوي. وطبعا سوز بتاخد الصور وبتفضل تتفرج عليها لوحدها. وشيرو انا قلت ان البت دي شمال. وبنشوف شخص بيكلم الاياكاشي وبيسأله عن الكاهنة وهو بيقول له معرفهاش، بس اعرف واحدة كانت بتلعب معايا زمان وانا صغير واسمها سوز. وهو بيشكره على المعلومة دي وبيديله رسمة ليه، بس طبعا ما بتعجبوش وبيقطعها وبيقول له صحيح انت مين؟ بس الرسام بيقول له انت لسه فاكر يا ابني، احنا بقالنا ساعة بنتكلم. وعموما انا مجرد رسام متجول. وتاني يوم نينو بيقابل ماتسو وبيقول له ان هو بيحب سوز وبيسأله عنها، بس ماتسو بيقول له دي حاجة تخصها انت بتكلمني انا ليه؟ فنينو بيقول له ما طبيعي اسألك انت، امال هسأل مين؟ يعني انت ما عندكش اي مانع خالص ان انا احبها او هي تحبني؟ انا افتكرتكم بتحبوا بعض وعايز اروح اعترف لها، هتساعدني في الموضوع ده ولا لا؟ لان انا بتكسف من اي بنت. فبيقول له ماشي وبياخده كده عندها وبيقول لها نينو عايز يقول لك حاجه، بس طبعا نينو بيتكسف ومره واحده بيقول انا بحب ماتسو وهحميه. وماتسو مصدوم ايه ده وانا مالي، بس بيحاول يعدل اي حاجه بيقول زي اخويا بحبه زي اخويا وبيجري. وشيرو ايه القرف ده، اتنين ولاد بيحبوا بعض؟ هي الايام قامت يا كفره.
اديني يا ابني اكل اديني. وبنشوف الرسام بيقرب من المدرسة وبيبتسم، وبطلنا هنا بيحس بالأياكاش موجودين، ويشوف قدام المدرس والمديرة وواحد كمان اسمه غار وشكله مهم قوي في الانمي. بيقول لهم ان هو عايز ياخد جولة في المدرسة بس على ايد الاتنين دول، والكل بيوافق لان غار شخص مشهور، وبيقول ان الشخص ده مش بشري رغم ان مظهره بشري، وبيكمل ان الطاقة المنبعثة منه بلا حدود وما بتخلصش. وليش بتقول ايه ده، هو غار بنفسه جالنا. بس تبقى توقف كلامها غار مين ده اساسا، فبتقول لها ان ده افضل رسام من رسامين العالم وموجود في اليابان. وهم ماشيين يسالوا انت اياكاش صح؟ انت ليه بقى متنكر بشكل بشري؟ بس هو بيرد عليها انا فعلا اياكاش، بس انا مش متنكر، ده شكلي فعلا الحقيقي ودي هيئتي، هيئتها الكاهنه. ماتسو بيقول له كاهنة يعني انت عارفها وجاي علشان تاخد حاجة منها، وبيهجم عليه. بس صغار هنا بيقول لهم اثبتوا، بس اثبتوا ارسمكم عشان انتوا شكلكم جميل قوي. الله، فارسة بتحمي الاميرة بتاعتها. بس بنشوف الرسمة طلع فيها شكله الحقيقي اللي هو ولد. وغار بيقول يا عيني، بس شكل في لعنة قوية بتحول جنسك لبنت. اكيد اللعنة دي ما عملهاش غير شخص واحد وهو شيرو. ولما بتسأله انت تعرفه فبيقول لها وصحيح هو فين، انا كنت جاي علشان اشوفه اساسا. وبيفكر كده ان شيرو قال لهم ان في حد جاي وهو مش عايز يقابله وهيمشي. وغار بيتصدم، هو لسه بيكرهني. اسف يا ماتسو بس انت لازم تسلمني البت دي عشان ارجع قوة الملك بتاعي. وبيلاقي رسمك على الارض وبيستغرب ان هو رسمها بسرعة قوي. وغار هنا بيفعل تقنية تجسيد الرسم، وبالفعل الرسومات الغريبة بتتحرك وبتمشي في جسم ماتسو. ويقول له انت بتعمل ايه؟ بس غار هنا بيقول له ما تفهمنيش غلط، انا مش قصدي حاجة ليلة الادهم، انا بس بدور على اللفافة ومش عارف انت مخبيها فين. وعموما ما عنديش اي اهتمام بواحد متحول جنسيا الصراحة. بس بيتدخل منه وبينقذه. سوزي هنا بتتصدم، ايه ده، هو بيحب ماتسو فعلا زي ما قالوا هيحميه ولا ايه بالظبط؟ هو ايه العلاقة ما بينهم؟ البس يلا البس، ايه القرف ده؟ وانا شخصيا والله يا جماعة بقول له يلبس عشان انا مش عارف انا اخبي كل دول الصراحه، انا هقعد اسبوع في المونتاج. وبعد ما بيعرف نفسه غار بيقول له انا سمعت عن عشيرتكم ان هي اسرع عشيره في الكون، بيقول لك ايه ما توريني سرعتك. ونينو بيقول له ان هو عارفه ان هو من اقوى الاياكاش في العالم وكان بيتنافس اساسا مع عشير، بس هو ما كانش بيشكل اي خطر على البشريه. بس شكلك غيرت رايك وناوي تهجم عليهم، انا هبلغ المنظمه وهقتلك كمان دلوقتي. وغار لسه بيقول له ان هو مش ناوي. سنينه بيقطعه نصين مره واحده بيقول له خلاص انت في عدات الموتى. وماتسو لسه بيقول له حاسب، وبنشوف ان القطعه اللي هو قطعها نصين دي مجرد رسمه. وغار وقع وراه بيقول له ايه يا اسطى انت مسكت في الكلمه قوي وعايز توريني ولا ايه؟ وبيرسم سلاسل وبتسلسله. ولما بيلاقي في حد دخل عليهم بيبني جدار كده وهم بيستغربوا ايه ده، هو كان في جدار هنا اصلا. وبيمشي هو فرحان طبعا قوي لان رسمه محدش عارف يكتشف اي خطأ فيه، وبيتفخر قدامهم ان رسمه ممكن اي حد يشوفه حتى لو كان بشري، وان قوة نينو وحشة في الاماكن المقفولة لان من السهل ان اي حد يمسكه. وماتسو بيهجم عليه بس هو بيرسم ضفادع وارانب كتير، وبيقول له انت كمان مش هتقدر تعمل اي حاجة لان الرياح بتاعتك او الزوبعة ممكن تدمر المدرسة بالناس اللي فيها. وفي ضفدع بيسرق اللفافة بس سوس بتاخدها منه وبتجري. والاخطبوط اللي رسمه في الاول بيهجم عليها. وعموما الاخطبوط ده في حاجة غلط، بس في آلة غريبة بتخرج منها وفجأة الاخطبوط بيتحول لتابع ليها والكل مصدوم حتى غار. وبيقول لها وريني كمان قوتك، انت شكلك حاجة كبيرة اوي. وماتسو فعل قوته كده وغار بيقول له لو راجل اضربني ودمر المدرسة، بس هو ما بيضربوش وبيضرب الحنفية وبيغرق المكان كله. بس الرسومات كلها بتقع على الارض. وغار الله عليكم انتوا مبدعين، بس انت مفكر ان انت كده كسبت يا ابني؟ انت ما تعرفنيش، انا من اقوى الناس في الكون. بس مرة واحدة وبدون أي مقدمات بيركع على الأرض وبيقول لهم أنا آسف، أنا آسف يا جماعة والله أنا كنت بهزر وعادي يعني اللفاف أنا أساسا مش مهتم بيها ومش عايز أرجع قوة شيرو ولا أي حاجة، أنا كداب. وسيس بتقول لهم هو فعلا مسكه كذا مرة وكان يقدر يقتلكوا بس هو ما عملش أي حاجة. وبتسأله كده أنت تعرف إيه عن الكاهنة أو عن قوتي؟ وهو بيقول لها إن هي ممكن تكون ملكة الأياكاش وإن هي تعرف تعمل حاجات كتير قوي وتحرك الأشياء. وبالليل جده بيعرف وبيقول لهم إن غار من أقوى الأياكاش في
العالم والمنظمة كمان عارفاه بس مش عايزة تعمل معاه أي حاجة لأن هو ما بيشكلش خطر ومش عايزين يواجهوا شخص قوي زيه، وفي نفس الوقت هو ما بيعمل لهمش أي حاجة وعايش حياته كأنه بشري وبيرسم بس ناتسو بيقول له إن هو لازم يراقبه وإن هو يستضيفه، بس جده بيقول له لأ مستحيل. بس ده مش عشان انا مش عايز استضيفه، انا مش عايز استضيفك انت شخصيا لان قادة القبائل جايين بكره وما ينفعش يشوفوك اصلا وانت بنت. تخيل ان اقول لهم القائد بتاعي قلب سوسن. فيلا بقى من هنا من غير ما اطرده. تاني يوم الصبح بالفعل بيروح عند سوزو وبيقابل اخوها وبيطلع لها عندها فوق وبيشوف صورته متعلقه قدامه وبيتكلموا مع بعض وشيرو الحمد لله ما قابلتش غار الزباله ومشي في 60 داهيه وبياكل بس بيسمع صوته وغار لازق في الشرفه اللي وراهم في الازاز. افتحولي انا غار يا اسطى، انا غار صاحبكم. ولما ما حدش بيعبره بيرسم سباك وبيخش وبيمسك شيرو وبيلعب بيه بالعافيه وبيمسكه وبيقول لهم انا هاخده انا عايزه في حوار بس كده شخص يلا سلام. بيسيبوا لوحدهم الاتنين وهي بتفتكر كلام غار ان الكاهنه ممكن تشفي الجروح وتبطل اي لعنه واي تقنيه علشان كده زمان كانوا بيعبدوها والعياذ بالله طبعا يا جماعه الناس دي كافره. وماتسو بيكمل ان من الصعب على اي بشر ان هو يطلع قوته بره جسده او يتحكم بكائن تاني غير بتدريبات كتير ووقت وعمر. وهي بتجرب على الدمية وبتقول لها اتحركي وطيري بس بطلنا هنا انت عبيطه بت عبيطه انت عايزاها تتحرك بس فجأة بتتحرك فعلا وبتطير قدامهم وهم بيخافوا وبتقع على السرير والدمية بترجع تاني وبتفتكر كلام غار ان هي ممكن تبطل اللعنات فبتحط ايديها كده على اللعنة بالعافية وبالفعل قوتها تنتشر في المكان كله وبتقول له ما تخافش انا هرجع لك اللعنة. بس ما بيحصلش اي حاجة. بنعرف ان شيرو فعلا يستاهل يكون على العرش لانه من الاقوى في العالم. طبعا غار وشيرو بيتفرجوا عليهم واخوها هنا بيخش ايه ده ايه الوضعيه دي انتوا بتعملوا ايه وبيتكسف وبيقفل الباب وبيجري وغار بيقعد يرسمهم وبيقول ان ممكن تطلع نسخه منها تتحرك او تتحكم بيها على فكره البت دي ولازم تحذرهم. بيقول له انت متاخر قوي حصلت من زمان كانت بتموت عادي يعني مش مهم ما تغور في 60 دقيقه انا المهم عندي ان انا امتص قوتها. وغار بيقول له انت شرير قوي وصحيح بما انك محتاج قوتهم طب ما تقول لهم ان هم يتحالفوا معاك وتاخد قوتها من غير ما تقتلها. بس شيرو بيقول له ان هو حاجة كبيرة اوي انه الملك ازاي يستعين بشوية بشر وانه مستحيل يعمل تحالف مع اي بشري في الحياة وعنده ان هو يموت على ان هو يتحالف مع بشري. وبعد فترة كده بنشوف فيه وحش بيدمر الغابة كلها وشيرو بيقول له طب ما تفصل الختم عني وهقتلهم لك. هو عمال يحلف له ان هو مش هيعمل له اي حاجة بس ناتسو بيقول له نصدقك طبعا طبعا مش هتقتلني بعديها لا خالص. وبيغير لبسه كده بس المشكله هنا اللي بيكون متقطع من كل حته وده طبعا بسبب سوز. وشيرو بيشجعه بيقول له اقتلهم ايها النينجا المنحرف اقلع اكتر واقتلهم يلا حبيبي يلا بابا. عمال يضحك عليه وبيروح لنينو وبيطلب منه ان هو يجي علشان يحمي سوز معاه بس طبعا صاحبنا مكتئب لانه خسر من غار وكان متسلسل. وبنشوف سوز بتحاول تطير ورقه بس بتفشل وغار عمال يديها نصايح وهو ماسك شيرو بالعافيه وبيقول لها ان هي مع شويه تدريب هتتقن تحريك الاشياء والشفاء وهتعرف تفصل اللعنات وممكن تعرف تفصل لعنه شيرو. وشيرو بيتصدم ايه ده طب مع مين يلا انت مش هيكاش زي هيكله ولا ايه؟ بس هو بيرد عليه وبيقول له انا مع اللعبه الحلوه الصراحه مش فارق معايا ساعد بشر او هيكاش. وماتسو بيخش بس متضايق ان هي بتتكلم مع غار وقاعده تاخد منه نصايح لان هما في الاخر وفي الاول اياكاش. وبعدها بيروح لمحل الالعاب بس في اياكاش هنا بيخطف شيرو وفي واحده بتتدخل وبتروح تقضي على الاياكاش وبتشفطه بأنبوبة غريبة. بس شيرو بيقول لها بت افتح الأنبوبة بت الله يخرب بيتك دي اللي جوه وبتسأل هو أنت يا كاش فبيرد عليها لا أنا قط أبيض عادي على أساس إن في قط بيتكلم وهي فهمت على طول إن هو عيكاش. وسوس بتسأل مين البت دي وماتسو هنا بيرد عليها بيقول لها دي ريو ومتخصصة في صناعة الأدوات وبيستخدمها جميع أعضاء المنظمة وبيسلموا على بعض وبنعرف إن هي بتجرب سلاح جديد وبيعرفها على سوس وشيرو. وفجأة بدون مقدمات السلاح الجديد بيتشرخ وبعدها بيتكسر وبيخرج منه الاياكاش بس ماتسو بيقضي عليه وهي بتحضنه جامد وبتقول له ان هي فخوره بيه وعماله تحب فيه. وطبعا في واحده صاحبتنا زعلانه على اخرها وغيران. بيروحوا مكان بيتدرب فيه وهي بتجرب اسلحه على ماتسو عقبال لما تصلح الاداه اللي هي بتغير اللبس وسوس بوغزتها. بنعرف ان هي مهووسه بحاجات كتير قوي وفرحانه ان هي اول مره تجرب كل حاجه على جسمه الجديد اللي هو اتحول لبنت وبتسالها انت تعرفيه من امتى
فبتقول لها من 312 يوم وساعتين و10 دقايق و3 ثواني، وإنها عمرها ما تنسى اليوم ده. وبنرجع بالزمن وبنشوفها لما كانت بتدي شفرات جديدة لجده بس ما بتعجبهوش ولا حتى بتعجب قائد العشيرة بتاعها، لدرجة إن قائد العشيرة عمال يعتذر لجد ماتسو، بس ماتسو بيتدخل يقول ايه ده وريها لي كده اجربها، وبتعجبه جدا ونعرف ان هو بيعرف يتحكم بيها بشكل جبار. ومن ساعتها وهي بتحبه لان هو بيحب اي حاجه هي بتصنعها، وبتعرف تجرب عليه كل حاجه وبتقول له كده يلا خلصنا تعالى بس. وفجاه الدميه بتتحرك وبتكتف ماتسو وبتعمل حاجات غريبه، وبنعرف ان اللي بيتحكم بيها هو شيرو علشان عايز يسرق اللفافه. بس ريو بتكون ماهرة جدا لدرجة ان هي بتمسك المفكات وبتفكك الدمية في ثانية، وكمان كهربت كل المعدات. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة بقى معانا قط مشوي ومتكهرب. وبعدها بنكتشف ان هي بدأت تعرف تتحكم بالورق، وشيرو بيتكلم على شخص ان هو بدأ يظهر وهو السبب في ان الاياكاش عمالين يظهروا في المدينة هنا بشكل فظيع، وان شكله هيجي قريب. واليوم اللي بعده بتعتذر له ان هي كانت السبب ان هي بوظت الادوات، بيقول لها عادي خالص ولا اي حاجة حصلت. وبنشوف شيرو خايف. وبعدها بتخش توبا وسالي وبيقولوا لماتسو ان في 2 عايزينه، والمشكلة هنا ان هم عايزين يتعرفوا عليه وياخدوا رقمه. صاحبنا بيتشقط يا جماعة وعمالين يزنوا عليه وهو مش عارف يقول ايه، بس بيظهر نينو بوشه اللي زي البومة وبيخوفهم وبيجروا. وبعدها بيتكسف منه لان هو فاتح القميص، وماتسو بيقول له ان في روح ضالة ظهرت في متجر كور، فبيرد عليه بيقول له ان في ارواح فعلا عمالة تظهر وهي واخدة شكل الانسان عادي خالص. وطبعا البنات بيراقبوهم هما الاتنين بس مش سامعين حاجة. ونشوف مكان غريب في التليفون، وشيرو بيدور على حد كده في مكان بس بيقول ان لا شكله غلطان، هو مش هنا، اللي موجود ده اياكاش عادي وده ملهوش علاقة باللي انا بدور عليه. وهو مش ماتسو بيشوفه بيقول له ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ بيرد عليه بيقول له انت مالك اصلا، روح يلا اصطاد الاياكاش اللي شبه القبعة ده. بالفعل بيروح وراه. بنشوف لوسي في المكان اللي كان فيه التليفون اللي احنا لسه شايفينه من شوية، وعمالة تقول كلمات غريبة وكأنها بتنادي كائن فضائي. وشيرو بيحكي لسوزا عن الروح اللي قدامها وان هي اساسا بتحب تظهر للبشر عشان تخوفه، وقعد يشرح لها بتاع ساعة كاملة. وبعديها بيقول لها ايه ده الاكل بتاعي خلص اديني اكل من اللي معاكي، بس هي بترفض وتقول له ما انت لسه واكل نصه يلا، واللي موجود معايا ده ليك بس بالليل. فبيرد عليها ان هو كله بس فعلا ما كانش مركز في طعمه، وكان مركز في الكلام اللي هو بيقوله وعايز بقى حبة تانيين ويركز في طعمه، ولا هو انا بشرح ببلاش ولا ايه بالظبط؟ فمترضاش طبعا، فبيغير شكله لماتسو ويقول لها ممكن تاكليني عشان انا جعان. وهي بتفتكر ان هي بقالها كتير قوي ما شافتوش ووحشها جدا، بس بتخاف لان هي بتعرف ان هو شيرو، وبيلمس كده في ودانها وهي بترمي الاكل من الخوف. فهو بينط وبيجيبه بس النطه بتكون عاليه قوي وبينزل فوق لوسي وبيقع قدامها وهو بياكل. وطبعا ماتسو ظهر لها قبل كده بشكله الحقيقي اللي هو عليه شيرو دلوقتي، بس كان في الحلم. وطبعا صاحبتنا مفكراه كان فضاء لان اللعبه قالت اللي هيقول التعويذه دي في المكان ده اللي كان في التليفون واللي هي فيه دلوقتي هيظهر له كائن فضائي. فضلت تسأله حاجات غريبة عن طوله وجسمه وعاش كام سنة، وهو بيجاوب عليها واخدها على قد عقلها. وماتسو بيمسك القبعة وهو ماشي كده بيلاقي نفسه بيكلم لوسي وبيقول ايه ده هو الواد ده شبه ازاي ولا ده انا ولا ايه بالظبط. وسوزي هنا بتقول ان هي حطت نوع غريب وجديد من الاعشاب في الاكل اللي هو بياكله دلوقتي، بس الظاهر ان هي حاجة زي المخدرات. وبنشوفه بيعمل تصرفات غريبة قوي، حتى بيشوف لوسي على انها زلابية. شيرو بينط على لوسي بس لحسن الحظ الطاقة بتاعته بتخلص والتحول بيتلغي. وبعدها ماتسو بيمسكه وبيضربه بس بيقول له ان سوزا هي السبب وهي اللي حطت حاجات غريبة في الاكل، انا ما كنتش بعمل ده بمزاجي. وهم مروحين شيرو بيمشي لوحده وماتسو بيلاقي ريو عنده في البيت، وطبعا جده مش في البيت ومشي. وبتسأله عن البدلة الجديدة بس هو بيقول لها ان هو ما جربهاش لان كان الخصم ضعيف مجرد قبعة. وتسأله هو انت عايز ترجع راجل تاني؟ ولما بيقول لها اهو طبعا بتطلع أداة غريبة اسمها كور وبتقلعه وبتطبق الهدوم وبتقول له ما تقلقش ده تابع ليا. وبيقول لها انت عايزه ايه مني؟ انا قلقان منك مش منه. وبتفضل تشمه وتقول له ان قابلتها مشهوره جدا بالروائح وان هي ممكن تغير الاجسام بس محتاجه تشمه وهترجعه تاني ولد. وسوس بتجيب شيرو بالعافيه وتروح عند ماتسو وهو بيقول لها بت انت جايبانا عشان تروحي له وتبقوا لوحديكوا عشان انت عارفه ان يده مش في البيت صح؟ انت بت شمال وما عنديش اي حياء ما بتتكسفيش، ده انت هتخشوا جهنم. بس بيسمع صوت غريب
ولما بيروحوا كده عشان يتفرجوا بيلاقوها في حضنه، وماتسو بيقول لهم اوعوا تفهموني غلط، دي بتشمني والله العظيم مش في حضنه، وبتعرفهم ان هي عايزه تشم ريحته علشان ده جزء من الطقوس بتاعتها علشان ترجعه ولد تاني. وشيرو بيرد عليه طب ما ترجعي لي انا قوتي وانا ارجعه، ولا هي فرهده وخلاص. وبيقعدوا وهي عماله تصنع بهارات غريبه وبتمزجهم مع بعض، وبنعرف ان اي اياكاش هيتاثر بالريحه دي او اي لعنه، وبالفعل شيرو ما بتعجبوش الريحه بس اي انسان تاني بيحبها وبيتاثر، وفي حاجات بتصغر فعلا من جسمه وهو فرحان، بس للاسف الفرحه ما بتكملش مع ان هو بيصغر بس، فاهم يعني الحاجات بتصغر بس ما بتختفيش، يعني هو لسه بنت. وماتسو ايه ده؟ نعم مش فاهم، يعني انا قلت لك تخسسيني، انا رايح لدكتور الجيم. وشيرو قاعد يضحك عليهم فرحان، لعنتي مش هتتفك غير بايدي يا شويه حساله، مفكرين حته الفاشله دي تعرف تعمل اللي انا بعمله؟ وتقول له عادي هعرف وهجربها تاني وهتنجح المره الجايه، وبتمسك ايده كده وبتبص على سوز وبتقول من الواضح ان انا ليا منافسه في حياتك، بس انا هاخد قلبك لما ارجعك راجل تاني. وطبعا كل ده في خيالها، وبتضايقها وبتضحك لها بمعنى انها تشقطه منها. وماتسو بيقول لها كده عاش عليكي، مش هحتاج البس النص اللي فوق تاني، فممكن اخبيه واعمل فيها ان انا ولد. بس العلامه بتكبر وبتعمل حاجات غريبه كده وجسمه بيرجع اوسخ من الاول، بل ان هو اساسا الحاجات بتكبر اكتر واللبس كمان بيتقطع. ولحد هنا هنقول ستوب علشان مش هعرف اخفي الحاجات اللي باقيه لان كل حاجه هتبوظ. وجده اول ما بيجي بيتصدم ايه ده وايه الحجم ده، ونشوف شيرو بيقول ان الشخص خلاص جاي، وبنشوف ان في اياكاش بيتحول لبشري. وماتسو اليوم اللي بعده الاحجام بترجع لطبيعتها، وسوس بتكلمه الصبح بتفتكر كلام غار الرسام لما قال انها ممكن تلغي التعويذه بقوتها، وبتبص لايديها وتقول ان هي لو رجعته ممكن يحبها بدل ما يحب البت ريو. وبنشوف ان في شخص بيسأل عن سوز، والعيال طبعا بترجع تضايق صاحبنا ماتسو تاني وبيكونوا بيصوروه وهو كان بيلعب سلة، والبنات مفكرين ان ماتسو بدأت تحبهم. وتوبة مفكرة سوز زعلانة فبتقول لها ما تخافيش هيجيلك ابن الحلال زي ما جال صاحبتك. وفجأة في واحد بيقول لهم ممكن نتكلم على انفراد، وهم طبعا مفكرينه عريس جاي لها ويقدموها في ثانية خدها، وهي مش عارفة هو عايز ايه بالظبط. يقرب منها وبيقول لها كده ان في اياكاش ومحتاج مساعدتها، وهي بتتصدم. ولما ماتسو بيشوفها ماشية بيجري وراها بس البنات بيوقفوه بيقولوا له ان هي بتحب واحد دلوقتي وبلاش تقطع عليهم. والتاني بيودي سوز لعياكاش فعلا تعبان، بيقول لها ان في مشكلة عنده وشكل ان في حد خبطه او داس عليه، وبنعرف ان اسمه هينو، وبيقول لها ان كان بيراقبها اساسا من زمان بس هو حساس وبيتكسف فمرضاش يخش لها، بس لما شاف ان في عياكاش محتاج مساعدتها اتدخل وهي بتحاول تشفيه فعلا. وننتقل لشيرو وهو بيشوفهم وبيقول ايه ده البت دي واقفة مع حد غريب بس ريحته غريبة، ده مش بشري. وبالفعل بتشفي الاياكاش، وهينو بيقول لها ما توقعتش ان في قوة كده في العالم ممكن تشفي الاياكاش بسهولة، كان ممكن يموت لولاكي، انت عظيمة ايتها الكاهنة. وهي بترد عليه دي حاجة بسيطة عادي يا ايه كاهنة انت عرفت اني ايه. ومرة واحدة بنشوف بقه بيتفتح وبياكل الاياكاش وبيقول لذيذ جدا، وهي مصدومة لذيذ ايه. وشيرو بيقول من الواضح ان هو ده اللي انا بدور عليه، وبيظهر هالة السودا وبيمسكها والكل بيحس بوجود كيان غريب وقوي، وشيرو بيحاول يلحقها بس ما بيلحقش. الكل بيجي وشيرو بيقول غريبة حضوره مختلف وقوته مختلفة عن آخر مرة واجهته فيها، وإن سوز تم اختطافها من قبل كائن اسمه الجينيو، وده تطور من تطورات الاياكاش وما عنديش أي تفسير عن إزاي هو موجود في الحياة أساسا او هو عباره عن ايه. والكل طبعا بيروح يدور عليه في كل مكان، وماتسو بيسال هو مين الجينيو ده، فبيقول له من كام شهر واجه كائن غريب كان بيحكم على المملكه بتاعته وقتل اياكاش كتير، وكان كمان بياكل في الاياكاش، وكان بيقول له انت مين وازاي في اياكاش بياكل اياكاش تاني. فبيرد عليه علشان انا الجينيو، نوع مختلف عن الاياكاش التقليدي ومختلف كمان عن البشر، يعني انا مش بشري، انا حاجة فوقكم. وبيحصل قتال ما بينهم وبيخسر، ودي بتكون اول خسارة لملك الاياكاش اللي هو شيرو في حياته.
ونينو بيقول له ان اول مره اسمع بيه، فشيرو بيرد عليه انا عايش بقالي الاف السنين يا ابن الغبيه واول مره اعرفه. يعني انت هتعرفه؟ انت عمرك كام سنه يالا؟ بس من الواضح ان هو اتكون من امتصاص قوه الناس التانية من الاياكاش او البشر، ولازم ترجع لي قوتها علشان مستحيل احنا الاتنين نهزمه اصلا بقوتنا، فتخيل كمان من غير قوه. وكمان من الواضح ان هو بيستدرجنا وده فخ، لان هو سايب الطاقه بتاعته في كل مكان عشان نعرف مكانه. وماتسو بيرد عليه بيقول له انا عارف ان هو فخ بس انا لازم اروح انقذه، وفي نفس الوقت بيطنشه وما بيرجعلوش قوته. واول لما صاحبتنا بتصحى بيقول لها ان هو جينيو واسمه هينو، ولما بتسأله كده انت اكلته ليه؟ ده مش مفروض صاحبك، انت اصلا كنت جايبهولي علشان انقذه. بس بيقول لها رد غريب جدا، انا كنت عايز اجرب طعمه بس، وبالفعل كان طعمه حلو. وبنكتشف ان كل لما يمتص قوة حد او ياكلها بيبقى اقوى، نفس فكرة الاياكاش بس هنا بيمتص اي حد حتى لو كان بشري. وان كل لما الشخص يخاف ايا يكن بشري او اياكاش، كل لما كان جسمه بيفرز مادة غريبة وطعمها بيبقى حلو، وعلشان كده بيحب ياكل الناس وهي خايفة. وسوس بكل جراءة بتقول له انت مريض نفسي ولازم تروح تتعالج، فبيمسكها ويقول لها انت هادية قوي ليه؟ لو مفكرة ان صاحبك هيجي يلحقك فهو مش هيعرف، لان في اتباع كتير ليا من الاياكاش منتشرة في كل مكان، وهيقتلوها هيجيبولك راسه لغاية عندي علشان تشوفيها وتخافي وقوتك تزيد وامتص قوتك. لازم تحس باليأس، وبنشوفهم كده بيقاتلوا بس المشكلة ان هم كتير قوي، ونينو بيقول له سيبهم لي وروح انت، وبطلنا بيستخدم الوشاحة وبيطير، وبنشوف هينو بيجري ورا سوز علشان يمسكها لان هي جريت منه، بس مرة واحدة ماتسو بيلقمه وبيرميه بعيد، بس بيقوم وبيقول له انت اغبى حركة عملتها ان انت ضربتني، لانه امتص ايديه وامتص الهاكو اللي هي القوة اللي في ايديه. وبالفعل بدلنا ما بيحسش ان ايده موجودة اصلا، بس لما بيركز بيلاقيها موجودة بس مش قادر يحركها وكأنها مش موجودة. وبيكمل ان هو بيعرف يمتص قوة اي حاجة بتلمسه. وطبعا صاحبنا شيرو بيجري وهو زعلان لان الاياكاش اللي كانوا بيخدموا سيد اخر، ده بسبب ان قوته مختومة وكان مختفي بقاله فترة. وبنرجع لماتسو بيفعل تقنية الرياح بس مفيش حاجة بتحصل، وهينو بيفضل يضربه وماتسو بيتفادى الضربات. ونشوف نينو بيفعل تقنية ارتداد البرق وبيبقى بسرعة الصوت حرفيا، وماتسو بيستخدم سلاح شبه الحبل كده بيمسك بيه الاياكاش كأنه معمول مخصوص ليه. طبعا صاحبتنا ريو هي اللي عاملاه، والتاني بيضربه في رجله بيقول له اه صحيح انا كنت بكدب عليك معلش، انت كنت خايف تلمسني صح؟ انا الصراحة ما بمتصش اي حاجة بتلمسني، هو الفكرة صح بس مش باللي بيلمسني، انت ما كنتش مفروض تصدقني، انا كداب يا اسطى، حد بيصدق حد غريب اول مرة اشوفه. وطبعا صاحبنا ماتسو بيحس ان كل جزء في جسمه بيختفي، وبيقول لها يا ربي بسرعة احنا حرفيا هنموت احنا الاتنين، لازم حد فينا يعيش على الاقل يبقى انت. وهنا بيقول لها ان هو امتص قوته فعلا بس الطريقة كانت مختلفة عن اللي هو حكاها. وطبعا بيقول لها بكل صراحة البطل بتاعك مات لان طاقته كلها امتصت من قبل هينو، وهي بتفضل تعيط جدا. صديق طفولتها اللي هي عاشت مع ذكرياتها كلها مات في لمح البصر. وهينو بيقول لها ايوه هو ده اللي انا عايزه، عيط اكتر وحس باليأس، حبيبك وصديق عمرك مش هيرجع تاني. شكرا يا ماتسو ان انت جيت علشان تموت قدامها، انا ما كنتش هلاقي يأس في عينيها وعياط بطريقة احسن من دي. ولسه هيمسكها عشان يمتص قوتها بس بتختفي مرة واحدة من قدامه وهو مستغرب هو في ايه، الطاقة دي انا عارفها كويس وحسيت بيها قبل كده. ونينو هنا بيقول ايه الطاقة الجبارة دي، انا حاسس بحاجات غريبة بتحصل فوق. وهنا بيقول له انت لحقت سرقت اللي فيها فعلا، كنت مهتم بناس تانية وانت رحت قلبتها. ماشي يا عم بس ما تنساش ان انت مجرد قطة، انت الملك القديم وانا الجديد يا ابني، كان مفروض اعمل لك سلسلة تليق برقبتك وامسكك بيها زي القطط اللي بتتربى في البيوت. بس شيرو بيقول له كلامك تافه اوي، انا الملك القديم والجديد، انا عشت الاف السنين منهم 400 سنة ملك فوق، انا كنت الملك قبل ما انت تتولد حتى. بس سوس بتقول له انت اتأخرت قوي وماتسو مات. وشيرو بيحكي ان قوته الحقيقية ان هو يقدر يظهر فم غريب من العدم وبيمتص بيه قوة اي حد قدامه، وان احسن طريقة ان هو يهجم عليه من بعيد، وبالفعل بيهجم عليه بالشوط. بس هينو بيقول له ان انت لما خسرت اخر مرة انت رحت علشان تمتص قوة الكاهنة وتبقى اقوى مني علشان تحميني، بس من الواضح ان شوية عيال لعبوا بيك وما قدرتش تمتص قوتها. بس شيرو ما بيهتمش لكلامه اصلا وبيهجم عليه بالنار.
النار، وهينو بيمتص كل النار اللي حواليه، وبيقول ان هو عارف كل حاجة عنه عن قوته لان هو كان موجود في المملكة بتاعته طول حياته. بيقول ان هو مستحيل يهجم عليه بشكل مباشر ومعاه سوز، لانه لو امتص قوتها مستحيل يهزمه. وسوز هنا بتقول له انسى الموضوع كله وكلني وانتقم لماتسو، على الاقل ناخد حقه قبل ما يموت. بس هنا بيزعلها وبيقول لها ما بحبش الاطفال ولا جو الهبل ده، يعني الطفل العبيط اللي اسمه ماتسو ضحى بحياته كلها علشانك، وانت عايزه تبيع حياتك بسهوله كده وتضيعي كل حاجه عملها. وهنا بيقول له ايه ده، انت بقيت ضعيف قوي ولا ايه؟ ايه المحاضره الانسانيه اللي انت بتقولها دي؟ وبيبدا في تدمير المكان كله، وبيظهر الفم جنب شيرو بالظبط، بس شيرو بيرمي سوز بعيد وبيقول ان هو بيكره البشر، وبنشوفه بيقع قدامها وبيكمل ان هو بيكرههم قوي. وهينو بيقول له اسف بس انا هوقف كلماتك المثيره للشفقه دي وهلتهمك واخلص الكل من الهبل بتاعك ده. بس بيلاقي ورقه بتخبط فيه بقوه غريبه كده، ولما بيبص بيلاقيها السوز بتقول له ابتعد عنه، وطبعا شكلها نفذت كلام غار وبتفتكر كلامه. والغريب ان دراع هينو بقى بطيء وكأنه حصل له تخدير، وهي بتحرك الورقة عليه وبتشغله وبتروح تحاول تلحق شيرو، بس بيقول لها انت بتعملي ايه يا بنت المجنونة؟ اهربي يا بنتي، انت مفكره ان انت هتعرفي تقفي قدام الوحش ده؟ بس هي بتحاول تشفي جروحه، وهنا بيفرتك الورق في ثانيه وبيروح عندها، وطبعا بيجرها بكل سهوله وبيكتفها علشان يلتهمها. وبتشوف ماتسو مرمي على الارض وبتنادي عليه، وبيحسوا بهوا شديد مره واحده وبيحصل حاجه زي الاعصار. وهنا مستغرب، مستحيل انا امتصيت كل قوته، المفروض يكون ميت دلوقتي، لا وكمان راجع ولد، ازاي وايه اللي حصل؟ وهي بتفرح قوي وبتحضنه وعماله تساله ازاي انت عايش. وشيرو هنا بيتدخل وبيشرح ان ماتسو عايش بسبب ان هو بنت، لان العلامه واللعنه اللي هو حطها عليه دي بتخرج هرمونات وقوه غريبه وهي خاصه بيه هو، والقوه اللي هو امتصها دي مش قوه ماتسو، دي كانت قوه شيرو. وهو هيرجع بشكل مؤقت لمدة ساعتين 3 لغاية لما العلامة ترجع تاني تتفعل ويرجع بنت تاني. بس هينو بيمتص قوته بالكامل هو كمان، بس شيرو هنا حول نفسه القطة في آخر لحظة عشان ما يموتش، وماتسو بيضربه باستخدام السيف والهوا. بس المشكلة هنا ان مفيش اي حاجة بتأثر فيه، بيقول له ان هو بعد ما امتص قوته من شيرو بقى اقوى شخص في العالم. وشيرو بيقول له فعلا ودي الحقيقة، اهرب بقى بسرعة من هنا، اوعى تخليه ياخد سوز. بس هو بيرفض وبيقول له سوز تاخد شيرو بعيد ويبعده، وبتبدأ المواجهة ما بينهم. وهينو طبعا هينو متفوق عليه بكل جدارة وعمال يحط عليه شمال ويمين، وماتسو كل اللي بيعمله ان هو بيتفادى الضربات وعمال يتفادى كل حاجة بيجيبها من العدم. بس بيقوله انه اعظم سلاح عنده هيتحول ضده، لان انت بتعرف تمتص قوة اللي قدامك، بس في نفس الوقت انا ممكن استخدم نفس السلاح ده ضده ويبقى نقطة ضعفك، لانك ممكن تمتص السم في اي لحظة. وهنا بيتصدم لان هو بدأ يكتشف قوته ويفكر ان هو لازم يقتله بسرعة. وماتسو بيفتكر لما كان مع جده وهو في الهوا، كان فيها هوا سريع جدا، حرفيا كانوا فوق الجبال، لدرجة ان هو يا دوبك واقف بالعافية، وجده كان بيقول له خلي الشمعة ما تطفيش، وهو بيقول له ليه يا حاج ليه يابا هو انا ساحر؟ بس لما بيبص بيلاقي جده الشمعة اللي في ايده ما حصلهاش اي حاجة وكأنه واقف في الارض، وبيقول له ان ده فن التشكيل الهادئ. وفي نفس الوقت بنشوف ماتسو بيستخدم نفس الفن ده في الواقع، وبيعرف يتحرك بسرعة كبيرة جدا وبيتفادى كل حاجة حتى فم هينو. وهينو مفكر هيهجم عليه، بس فجأة بيرجع وبيهجم على فم هينو، وهينو بيحس بالضربة بتخرج من كل جزء من جسمه وعمال يتوجع. وبنفهم ان الفن التشكيل الهادئ عبارة عن ان هو بيتحكم بالهواء المحيط ويقدر يتحكم بيه انه يشيل اي حاجة ويعمل اي حاجة. وماتسو زود الضغط بالهواء على فمه علشان تنتقل لجوه جسده، وبكده يكون دمره من الداخل من غير ما يواجهه. وبالفعل بيتهزم وهو شايف ان السوس بتعيط عليه ومستغرب. بس طبعا صاحبتنا سوس بتترمي في حضن ماتسو وبتكون بتعيط، بس مش علشانهم، بتكون بتعيط على هينو لان هي بتحب الاياكاش. ونينو بيخش في نفس اللحظه بيلاقيهم في حضن بعض وبيقرر ان هو ينسحب، وده طبعا عشان هو بيحب سوزو وزعلان عليها. وشيرو طبعا عمال يصوت انا في النص يا بجم يا بجم يا ولاد الكلب انا هنا الو، وبيقول له ما تفرحش قوي لعنتي لسه عليكم مش هتعرفوا تتجوزوا برضه يا الله.
وبيقول له ان هو خسر قوته ومستحيل يرجع تاني في الحياة، وبيقول له ان لازم نفس المضيف اللي عمل لك اللعنة هو اللي يلغيها اللي هو انا، وانا للاسف هفضل قط طول عمري لان انا خسرت قوتي، ومبروك عليك تعايش بقى ان انت بنت، فاهم يعني؟ شوف بقى منها بيعملوا ايه في حياتهم كبنات واعمل زيهم لان انت هتكمل طول حياتك بنت. وبيكمل ان انت فاضل لك ساعة او 2 وترجع، فتعايش بقى وحب حياتك كراجل ساعتين كده. وبطلنا بيقول له سوس طب يلا بسرعة انا عايز اعمل معاكي حاجة وانا راجل قبل ما تحول لبنت تاني وهي بتتكسف قوي. وبيروحوا الغابة وبيبدأ يقلع وهي مكسوفة بتقلع هي كمان. وصف ان يا اخويا انت حسيت بحاجة قليلة الادب صح؟ ده مش سالك يا صاحبي تكون عارف. بس بطلنا بينزل تحت الدش، والله تحت الشلال عادي خالص. وطبعا صاحبتنا بتصدم ويشيرو بيقول لها ايه ده انت كنت بتقلعي يا عيني، صحيح كنت بتقلعي ليه؟ فهي بتقول له بقى لا حرام معلش حرام، انا قلت ان البت دي شمال. يا جماعه شيرو احلى حاجه في الانمي قسما بالله، وبيفكر من جواه ان هي ممكن تفك اللعنه قريب. وبتروح تقرب منه وبتقول ان هي هتساعده وبتنزل الشلال بس بتتكعبل وقع ما علينا. المهم شيرو بيزعق لهم انتوا بتلعبوا ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ وفي اخر اليوم شيرو بيقول ان انا هفضل قطه طول حياتي وما عدتش الملك، لازم يكون في ملك للاياكاش وعلى الاغلب ده هيكون انتي، لان الاياكاش بدون ملك هيتحركوا بطريقه عشوائيه وممكن يقتلوا في الناس اكتر ويقتلوا في بعض. وماتسو رفض، وتاني يوم بيفضل يحذرها ان هي توافق وتبقى الملكه لان الاياكاش اي اخلاص وممكن يغدروا بيها في اي لحظه وهم خطيرين جدا. بس هي بتقول ان قوتها كل يوم بتزيد وان هي ممكن تكون بخير. وبعدها شيرو بياخدها وبنشوف ان ريو مع المديره علشان تلتحق بالمدرسه هي كمان، وبنشوف سوزو وشيرو وهو بيعرفها على الاياكاش وانواعهم ومشاكلهم. بيقول لها يعني ده مثلا عنده مشكله ان في حبوب اختفت من عنده وهو هيموت لو الحبوب دي ما كانتش معاه، ولازم تلحقيه وتدوري على الحبوب دي وتديها له. وبالفعل بيدوروا عليها، وماتسو بيكلم نينو عن سوزي ان هي الملكه وان هم هيقولوا للمنظمه، وفي نفس الوقت بيقولوا ان هو بيحبها. بيرد عليه بيقول له عادي كده كده انت كنت صديق طفولتها ومبروك عليك. ونشوف الخادم معاه حبوب غريبه كده وطبعا دي بتاعت الاياكاش بس تقع منه الكل بيتكعبل. وفي نفس الوقت سوز بتشوفهم في وضعيه وحشه قوي ما اتمناش لاي حد الصراحه. ولحد هنا انا هقطع تقريبا نص حلقه كامله لان كانت ازبل نص حلقه في الانمي. بس هناخد اخر جزء بس منها لما سوس بتبقى الملكه وبنشوفها في معبد فوق الجبل، وحتى غارو بيجيب شيرو وبيقول لها ان لازم الملك القديم يركع للملك الجديد. وللاسف هنا يا جماعه بنكون خلصنا الانمي او مش خلصناه لان نصه تقريبا انا مش جايبه يعني فاهم. انا يعني حاولت اعمل كل حاجه مستطاعه ان الانمي ده يقلب عائلي، وتوتا خلصت الحدوته. اظن ان انا قدمته بطريقه محترمه وفيها ضحك. يلا سيب اللايك الجميل والتعليق الجميل، ولو مش عاجبك اسلوب السرد او في اي حاجه مش عاجبك يا ريت تقول لي في الكومنتات عشان اغيرها. ويلا سلام.